بص صحابي، انا عايزك تركز معايا عشان حكايه النهارده ما بتكونش عاديه، بل هي بتكون حكايه جامده بفتيق عليه. لكن قبل ما ندخل في الموضوع فانا عندي ليكم تحدي ان احنا نقدر نوصل القناه ديت 100,000 مشترك قبل نهايه الشهر ده، واحنا يا دوبك لسه اصلا في اول 10 ايام في الشهر، واظن ان ديت حاجه بالنسبه لكم هتكون سهله علي. واحب اعرفكم ان التحديات ديت هي اللي بتخلينا نتحمس اكتر واكتر وانزل لكم فيديوهات جامده بفتيقه. وبس كده يلا بينا نبدا في سرد الحكايه. بتبدا بقى حكايتنا مع قريه بسيطه، وبنشوف ان الجنود بداوا ان هم يقتلوا في الوحوش، وللاسف بنشوف ان في عدد من الجنود بداوا ان هم يتصابوا بسبب ان الوحوش اقوياء جدا. وبناخد بقى بالنا من واحد من الجنود دول واللي بيكون اسمه كايل. بنشوف ان هو بيكون واقف قدام واحد منهم ولكن مش قادر يعمل اي حاجه معاه، وعشان كده بينادي على صديقه، وبالفعل صديقه منزل بيوصل لعنده والاثنين بيبداوا ان هم ينزلوا فيه دعك، لكن للاسف ما بيقدروش ان هم يعملوا اي حاجه وكمان بيقعوا على الارض. وبعد كده الوحوش بيبداوا ان هم يحاصروهم، وبنشوف بقى ان الوحوش ديت بتكون خلاص على وشك انها تخلص على كايل، لكن على اخر لحظه في شخص بيتدخل وبيقدر ان هو يخلص عليهم بضربه واحده. وبنبقى بقى ان الجدع ده بيكون اسمه لها الابن الاكبر لزعيم القريه. وبالنسبه بقى للجنود بنشوف ان هم بيكونوا متلقحين على الارض، واول لما بيشوف ان هو بيكون وصل حرفيا بيكونوا طايرين من الفرح لانه اخيرا هينقذهم. وبنشوف بقى ان لها بيبدا بقى انه يستعمل قوه ملك الارض وبيقدر ان هو يدغدغ الدنيا، وساعتها بقى بتظهر على وشه الشاره الملكيه وقوته بتبدا بقى ان تزداد بشكل جنوني. واي شخص بيكون عنده العلامه ديت فهو بيكون بيحمل واحده من الوصايا وكمان محمي من ملك الارض. المهم بنشوف ان لها بقى بيبدا بقى انه يستعمل قوته ديت عشان يبدا بقى انه يخلص على الوحوش ديت واحد ورا الثاني بكل سهوله. اما بقى بالنسبه لكاي فهو بيكون عمال يتفرج على كل الكلام دي وبيكون في قمه الاندهاش. اما بقى بالنسبه لأولها بنشوف ان هو بيكون مستمر في القتال لغايه ما بيظهر واحد من الوحوش قدامه وعنده نفس الشرف، ومن هنا بنشوف ان الوحش ده بيبدا بقى انه يهجم عليه، بس على مين؟ بنشوف ان هو بيقدر ان هو يخلص عليه بكل سهوله. وباقي الوحوش لما بيشوفوا الكلام دي وان القائد بتاعهم بيكون اتفرتك بكل سهوله بيقرروا ان هم يخلعوا من المكان. وبالنسبه للجنود بيبدا بقى ان هم يساعدوا المصابين وينظفوا المكان من اثار المعركه، ومش كده وبس بيبدا بقى ان هم يطلعوا شويه احجار من جثث الوحوش، وبعد ما بيقدروا ان هم يستخرجوا حجر الملك بيقرروا بقى ان هم يروحوا يودوا لأولها عشان يبدا بقى ان هو يستهلكه. والنتيجه كده بنشوف ان هي قوته الروحيه بتبدا بقى انها تزيد، وباقي الجنود بيبدا بقى ان هم يستهلكوا الباقي من حجر الملك وقوتهم من مكان بتبدا بقى ان تزيد مع الرغم اللي بيكونش فاضل غير شويه صغيرين. وبالنسبه لكاي بيبدا بقى انه يتكلم مع صديقه بيقول لك هو انا لو خدت من حجر الملك ده هتزيد قوتي وانا كمان ولا ايه الكلام؟ ومع الرغم ان هو بيكون خد النصيب بتاعه وبيكون حابب ان هو ياخد اكتر، ولكن صديقه بيحذره لان هم اصلا في الاول وفي الاخر عباره عن جنود، وده عشان الاحجار ديت اصلا المفروض تروح للقلعه عشان حمله الوصايا يبداوا ان هم يستهلكوها. وكاي بقى بيقول له خلاص يا عم انا فهمت، المفروض يعني احنا ما نستهلكش الكلام ده عشان احنا جنود، لو اكتشف الامر ديت ممكن نركب احلى شلاحه. المهم على الناحيه الثانيه بقى عند زعيم القريه بنشوف ان هو بيكون مجمع اولاده والجنود عشان يحتفلوا بالانتصار، والملك بعد كده بيبدا بقى انه يعرفوا من المناطق الخاصه بالبشر البعيده زيهم الوحوش بدات كمان انها تهجم عليهم، ولكن بفضل شجاعتكم قدرنا ان احنا النهارده نحمي القريه. اما بقى بالنسبه للملك ده بيكون اسمه هلوت. ولما بقى بتبدا الاحتفالات يا معلم بنشوف ان الجنود بتكون زيطه، ولكن الاكل بتاعهم ما بيكونش زي اكل الملك وعشان كده هم بيكونوا طمعانين فيه اللي هو صباح الضحك. اما بقى بالنسبه لكاي فهو بيكون عمال بيحسد صاحبه اللي هو بيكون قاعد جنبه ويقول له يا عم انت معاك شويه اكل زي الفل ما اي حاجه علينا، وبقول له ولد عيب انا القائد بتاعك ما ينفعش الكلام الوسخ ديت، انت لما تكون قائد انت كمان هتاخد نفس الاكل بتاعك. وكاي هنا بقى بيرضى بقليله عشان يخلص اكل بسرعه ويبدا بقى في تدريباته. وفي نهايه اليوم بنشوف ان هو بيكون تعبان فشخ بسبب كتر التدريبات وبيكون بيتمنى كده ان هو ياكل شويه رز كده زي الفل. وهنا بقى منسي بيوصل من هو بيقول له يا اسطى الكلام الوسخ اللي انت بتقوله ده، وكاي بقى بيقول له ربنا ما اعرف انا قلت ايه بالظبط، بس الاكل دي جت مره واحده كده في دماغي ولكن انا متاكد انها هتكون اكله جامده بفتيقه. وصاحبه هنا منسي بيقول له ولا انت لازم تظبط، انت من الحين الاخر عمال تتفاوض بكلام كده غريب. وبعد كده بقى بنشوف ان كاي بيقوم وبيبدا بقى انه يشاور على المكان وبيقول له صاحبه وانت شايف الحاجه اللي انا شايفها هناك ديت، وبيبدا بقى يعرفوا ان المكان ده يعتبر القبور الخاصه بالاشخاص اللي عندهم عائلات. اما بقى بالنسبه للقبور الثانيه ديت فهي بتكون لعامه الشعب اللي بتكون زي حالاتي، وزي ما انت شايف انها اصلا بتكون منسيه، وعشان كده لازم ان انا اكون اقوى وما اسمحش لاي حد ان هو يموتني، وعشان كده لازم اكل اي حاجه تتحط قدامي عشان اقدر ان انا اتدرب. ولكن انت عارف ان ده اصلا مش كفايه لان انا لازم امتلك مهاره او قوه كافيه عشان اقدر ان انا اعيش. ولا الناحيه الثانيه بقى عند اولها بنشوف ان اخت جوسي بتكون قاعده معاه وبتعرفوا انها بتكون عايزه تتدرب عشان تبقى جامده مفتكه زيه، لكن اولها بالله ما فيش الكلام دي، ما عندناش بنات بالقاتل، يلا على المطبخ. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند كاي بنشوف انه بيكون عمال يدرب مع صديقه مانسي وبيقدر ان هو يهزمه كالعاده. وكاي هنا اول ما بيقع على الارض بتحصل حاجه معاه غريبه وبيبدا بقى يحس ان هو بيكون موجود في مكان كله عباره عن بحر، والموضوع ما بيقفش لحد هنا لان في قوه غريبه بتبدا بقى انها تدخل جسمه وكمان في علامه بتظهر عليه. ومش كده وبس، مره واحده بقى بيتفاجئ ان في قوه غريبه بتبدا بقى انها تظهر على ايده، واول لما بيفوق بيبدا بقى انه ينطق بكلمه السحر وهو اصلا بيكون على الله حكايته ومش فاهم اي حاجه. ومانسي بقى بيقرب منه بيقول له مؤاخذه ابو الصحاب اصلك عيل خرع المفروض تنشف عليه. كاي بيقول له عيب يا اسطى احنا رجاله مفيش الكلام الوسخ ديت انا زي الفل. اما بقى بالنسبه لكاي الحاجات الغريبه بتكون لسه مستمره انها تحصل وفي ذكريات بتبدا بقى انها تدخل دماغه، والموضوع ما بيقفش لحد هنا لانه بيبدا يحس بالقوه الغريبه اللي جواه وبيقرر بقى انه ما يعرفش اي حد باللي بيحصل معاه. وبنكتشف بقى هنا يا صديقي ان السحر في العالم ده بيكون اشبه بالقصه الخرافيه ومفيش اي حد يعرف عنه
منه اي حاجه. لكن بالنسبه لكاي فهو كان دايما بيحلم ان هو يستعمل قوه غريبه زي ديت في القتالات. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند الملك بنشوف ان في رساله بتوصل له، واول لما بيقراها بيتصدم وبيبدا بقى يعرف ابنه فورا ان في قطيع من الوحوش بيكون ظهر في الغابه الغربيه. وفولها بقى بيقول له خلاص يا اسطى ولا يهمك، احنا لازم نروح هناك ونخلص عليهم. اما بقى بالنسبه للملك فهو بيكون متضايق بسبب ان جنوده بيكون لسه خارجين من معركه من كام ساعه، والمفروض ان هم يحضروا نفسهم دلوقتي لمعركه جديده. وولها بقى بيقول له بص يا حاج، من الواجب الجندي ان هو يدافع عن وطنه حتى لو هيفديها بروحه. والملك بقى بيقول له اي نعم كلامك ده بيكون صحيح، ولكن الجنود دول يعتبروا اولادي وما ينفعش ان انا اضحي بيهم. اما بقى بالنسبه لكاي فهو اصلا بيكون عمال يفكر في الحاجه الغريبه اللي بيكون حصلت ليه ده، ومش عارف ان هو ينام، وبيبدا بقى يفكر انه ممكن يطلع نار من ايده، ولكن بيقول لنفسه دي حاجه مستحيله. وبسبب كده بنشوف ان صاحبه بيصحى وبيقول له ايه يا عم، ايه يا عم مش عارفين ننام، خمت بقى. وكاي بقى بيقول له لا تقلق انا زي الفل، انا بس كان راودني كام حلم يقظه، ولكن ما تقلقش انا هنام دلوقتي. ومانسي بيقول له ثواني كده، هو اللي انت بتقوله ده بالظبط ما ممكن اصلا ما يكونش حلم. وبيبدا بقى انه يحكي له عن قصه راهب رحاله كان قادر ان هو يستعمل قوه غريبه، وبفضل القوه الغريبه ديت قدر ان هو يطلع نار من ايده، ولكن في الاول في الاخر دي عباره عن قصه خياليه. بس ما علينا، في تاني يوم الصبح بنشوف ان كاي بيصحى الاول وبيقرر بقى انه يروح يتدرب في حته ما فيهاش اي حد، وبيبدا بقى انه يفكر في السحر وازاي يقدر ان هو يستعمله، وبيكون بقى متاكد ان هو عشان يقدر ان هو يستعمل الكلام ده فلازم ان هو يمتلك طاقه روحيه. وبنعرف بالفعل ان العالم ده بيكون موجود فيه الطاقه الروحيه، وبالفعل معظم البشر بيمتلكوها. وكاي بقى بيتحمس جدا وبيبدا بقى انه يستعمل سحر النار، ولكن للاسف بيفشل. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ان الوحوش بيكونوا وصلوا للقاره والمجاوره لقريه كاي، وبيبداوا بقى ان هم يهجموا عليها. وفي اورام بنشوف ان الجنود الخاصه بقريه كاي بيقرروا بقى ان هم يروحوا هناك عشان يساعدوهم، ومن هنا جنود القريتين بيبداوا ان هم يتحدوا مع بعض عشان يوقفوا خطر الوحوش، بس ما بيقدروش على الكلام ده لان عدد الوحوش بيكون كبير. وهنا بقى بنشوف ان واحد من الوحوش بيرمي جندي على كاي، وساعتها بقى بنشوف ان كاي بيطلع على الارض من جديد وما بيكونش قادر ان هو يتحرك، والوحش هنا بقى بيكون خلاص على وشك ان هو يخلص عليه، ولكن الجنود بتتدخل عشان يبداوا ان هم يساعدوه. وهنا بقى بنشوف ان صديقه بيبدا بقى انه يقرب منه وبيهزقه بسبب اللي هو بيكون عامله، ان هو كان ممكن يفقد حياته. ولما كاي بقى بيحاول ان هو يقف بيكتشف ان رجله بتكون مكسوره ومش قادر ان هو يقف عليها. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند اولها بنشوف ان هو بيكون شغال زي الفل وعمال يخلص على الوحوش واحد ورا الثاني، وجزء كبير من الوحوش اول ما بيشوفوا قوته بيقرروا بقى ان هم يخلعوا من المكان. بس ده على مين؟ اولها بقى بيقرر ان هو يكون وراهم عشان يخلص عليهم جميعا، لكن للاسف عدد الوحوش بيكون كتير جدا، وهنا بقى الجنود بيقرروا بقى ان هم ينسحبوا. وعند كاي بقى بنشوف ان صديقه بيكون شايله، وبنشوف ان في واحد من الوحوش بيكون وراهم، وكاي هنا بقى بيقرر ان هو يبعد صديقه عنه وبيقول له انت لازم تهرب دلوقتي. وانا بقى منسي بيقرر ان هو بالفعل يسيبه ويمشي، وبيقول له انا اسف يا صاحبي لان انا مش قادر اساعدك اكتر من كده. وكاي بقى بيقول له ولا يهمك يا معلم، انا لو مكانك كان هيدفع عليا عرق الندله برضه. وبالفعل الجنود بالكامل بينسحبوا من ارض المعركه، وما بيفضلش غير كاي موجود في قلب الغابه. وبسبب كده الوحش بيبدا بقى انه يسخر من كاي وهو اصلا بيكون مستخبي. وهنا بقى كاي بيبدا بقى انه يصرخ من يأسه عشان يقدر ان هو يستعمل السحر، ولكن بيكون فاشل برضه، ما بيقدرش انه يعمل اي حاجه. لكن الوحش ما بيكونش معتمد الكلام ده، وبيبدا بقى انه يهجم عليه وبيصيبه باصابات خطيره، وكمان بيبدا ان هو يخنقه. وكاي هنا بقى بيكون بيتألم جدا وبيكون رافض فكره الموت، وعشان كده بيصرخ باعلى صوته. وساعتها طاقته الروحيه بتبدا بقى انها تزيد بشكل جنوني، وبيقدر ان هو يحقق المعجزه وبيستعمل سحر النيران، وبدون اي تردد بيبدا بقى انه يستعمله وبيحرق وش الوحش ده. وساعتها بقى من كتر الالم بنشوف ان الوحش ده بيقرر بقى انه يبعد كاي عنه، وصاحبنا بقى كاي بيكون في قمه الانشكاح لانه اخيرا بيكون قادر ان هو يحقق حلمه ويستعمل السحر. ولكن مره واحده بقى بيتفاجئ ان ايده اصلا عماله تتحرق وما بيكونش قادر ان هو يوقف النيران. وبعد كده بقى بيقع على الارض وبيحس ان قوه حياته بتبدا بقى انه تستنزف، لانه اكتشف ان القوه السحريه اللي استعملها بتستهلك طاقه روحيه كبيره، وبيبدا بقى انه يحاول يوقف البتاع ده لغايه ما اخيرا بينجح. اما بقى بالنسبه للوحش فبيقرر بقى انه يقرب من كاي وبيشيله وبيفضل بقى ماشي بيه. وصاحبنا بقى يقرر ان هو يستسلم لمصيره وبيتاكد ان هي دي بتكون نهايته، لكن بيتخذ قرار ان هو لو هيموت فهي لازم يموت الوحش ده كمان معاه. وساعتها بقى بيطلع السيف بتاعه وبيقرر بقى انه يخلص على الوحش، وبسبب كده بنشوف ان هو بيقع هو الوحش من على الجبل. وبعد بقى من شويه وقت بنكتشف ان كاي بيكون لسه على قيد الحياه، وبنشوف بقى ان هو بيكون مستمر ان هو يقع من على الجبل لحد ما بيقع في النهر. وبعد ما بيطلع على الشط بيتفاجئ ان الوحش بيكون جنبه، ولكن هو بيكون جثه هامده. وصاحبنا بقى بيكون مرمي على الارض ومنفرد بسبب ان قوته الروحيه بتكون تقريبا نفذت، وعشان كده بيقرر بقى انه يقرب من الوحش ده وياخد الحجر بتاعه ويبدا بقى انه يستهلكه. وبفضل كده قوته الروحيه بتبدا بقى انها تتجدد من جديد. وبعد كده بقى بيكمل طريقه في الغابه، ولكن بيتفاجئ ان في شجره ضخمه بيكون موجوده، وبيقرر بقى انه يقعد تحتها. وبيلاحظ بقى ان جرحه بيكون لسه مفتوح وعمال بينزف، وبيتاكد ان دي خلاص بتكون نهايته. ولما بقى بيبدا بقى انه يبص حواليه بيلاقي ان هو بيكون في مكان خلاب، وبيبدا بقى انه يستمتع بالطبيعه. ومره واحده بنشوف ان هو بيغمى عليه. وفي نهايه بقى اليوم بنشوف ان مانسي بيكون قاعد بقى قدام الغابه على امل ان صديقه يرجع منها. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند كاي بنشوف ان هو بيكون لسه مرمي تحت الشجره، واليوم بيخلص على كده. المهم في ثاني يوم بنشوف ان هو بيبدا بقى يفوق، وبيكون متفاجئ ان روحه كلها بتكون اختفت وبيكون زي الفل. ولما بقى بيبص على الشجر بيكون عنده يقين ان هي سببت في شفائه. وبيلاحظ بقى ان الشجره ديت اصلا بتكون متغطيه بالزرع، وتحت الزرع ده بيكون فيه رموز غريبه، وعشان كده بيقرر بقى انه يستعمل السحر بتاعه عشان يحرق كل الزرع.
وهنا بقى بتكون المفاجاه بالنسبه له لان قوته السحريه بقت ضخمه. وبعد كده بقى بيقرب من النهر، واول ما بيشوف الانعكاس بتاعه هنا بتكون الصدمه لان الشعر الملكي بيكون باين عليه، وده معناه حاجه واحده بس، ان هو بيكون واحد من حمله الوصايا. وبعد كده بنشوف ان الشجره بتختفي، وبعد كده بقى بيقرب من الشجره من جديد وبيتفاجئ ان في حجر مكتوب عليه رموز غريبه. ولما بقى بيحاول انه يقرا الكلام الموجود على الحجر ده ما بيعرفش، وبيبدا بقى انه يجري من المكان وبيقول لنفسه اكيد في حاجه غلط للناس، استحاله اكون واحد من حمله الوصايا. ولما بقى بيحاول انه يطلع من الوادي اللي هو بيكون متواجد فيه ما بيعرفش، والصخور بتبدا بقى انها تتكسر. ومن هنا بنشوف ان الشجره الملكيه بتظهر عليه من جديد، ولما بيمسك صخره بيقدر ان هو يدمرها بكل سهوله. وكاي بقى هنا بقى بيكون مندهش من القوه الغريبه اللي هو بيكون امتلكها مره واحده بدون اي سبب. والموضوع ما بيقفش لحد هنا لانه بيسمع صوت غريب بيكون جاي من الوادي. بس ما علينا، بعد شويه وقت بنشوف ان كاي بيقدر ان هو يطلع من الوادي بكل سهوله، وبيلاحظ ان حركه جسمه بقت اخف. واثناء بيكون ماشي عمال بقى بيكمل لنفسه وبيقول استحاله ان انا كنت قدرت احصل على الوصيه ديت اثناء ما انا كنت نايم. لكن بيقول لنفسه ثواني كده، بما انا دلوقتي واحد من حمله الوصايا فاقدر ان اكل اي اكل انا عاوزه. بس ابن المتخلف ده بيقرر بقى انه ما يقولش لاي حد عن القوه اللي هو بيكون امتلكها في الوقت الحالي. بس ما علينا، بعد شويه وقت بنشوف ان هو بيقدر يوصل للقريه بتاعته من جديد، وصديقه بيكون مندهش وفرحان لان هو بيكون لسه على قيد الحياه. وبتتوالى الايام وكاي بقى بيلاحظ ان هو بيقدر ان هو يخلص شغله في المزرعه بكل سهوله، وعشان كده بقى بيروح بسرعه عشان يتاكد الشجره الملكيه بتكون ظهرت عليه ولا لا من غير ما يحس ولا ايه الكلام. المهم في نهايه اليوم بقى بنشوف ان الجروب كلهم بيبداوا ان هم يتجمعوا مع بعض وبيتكلموا مع كاي. ولا انت شكلك في حاجه غريبه، انت قوتك زادت فجاه كده ولا ايه الكلام؟ وكاي بيقول لهم ما فيش يا جدعان، انا ما كنت في الغابه قدرت ان انا اقتل شويه وحوش واخد الاحجار بتاعتهم بقيت جماد بوفتيك. وصاحبه بيبدا بقى انه يبارك له ويقول له خربانه معاك يابا، بقيت قوي زي ما انت بتكون عاوز، وكمان قدرت ان انت تتخطانا كلنا. واثناء بيكونوا واقفين بنلاحظ بقى ان في بنت بيكون اسمها اليسيا بتبدا بقى انها تركز مع كاي، ومن الواضح كده انها بتبدا انها تكراش عليه. اول الناحيه الثانيه بقى عن جوسي بنت الملك بنشوف انها بتبدا بقى انها تطمن على المحاصيل الزراعيه، والمساعد بيبدا بقى انه يطبل لها وبيقول له كل اللي حصل ده بفضل تعليمات الملك وكل حاجه بقت زي الفل. وبنعرف بقى ان اي حد في العالم ده بيمتلك الوصايا الملوك بيقرروا ان هم يختاروهم عشان يحموا الاراضي، ومع ان الشخص اللي بيحمل الوصايا قوته بدات انها تزيد فالمكان اللي هو بيحكمه هيبدا ان هو يزدهر اكتر واكتر. ومفكنا بقى من كل الكلام ده وبنرجع بقى تاني عند كاي بيقرر بقى انه يبعد عن الناس دي كلها عشان يبدا بقى انه يتدرب على قوته الجديده. والمره دي بقى بكل سهوله بيقدر انه يعمل شعله من النار. وبسبب بقى حظه الزباله بنشوف ان جوسي بتقدر انها تلاحظه وكمان بتكتشف قوته اللي هو بيمتلكها وخفيه عن الكل. وجوسي بقى بيكون مفكر ان هو بيكون قدر يكتسب القوه دي بفضل احجار الوحوش، عشان كده بتطلب بقى منه ان هو يدربها. وكاي هنا بقى بيضطر ان هو يوافق، وعشان كده الاثنين بيبداوا ان هم يتدربوا مع بعض. والاول مره بنشوف ان جوسي بتبدا بقى انها تستعمل الشعر الملك الخاص بيها، وبعد شويه تدريب زي الفل البت بقى بتتعب وبتقرر بقى انها ترتاح. كاي بيقول لها ايه يا اسطى الكلام دي، انا كنت مفكر ان كل حمله الوصايا جامدين بوفتكه زي بعض. وليسي بقى بتعرفوا انها بتكون ضعيفه بسبب ان ابوها واخوها بيكونوا رافضين انها تتدرب اصلا. وبالنسبه بقى لقوه حمل الوصيه فهي بتكون على حسب قوه مالك الارض، ورغم ان ابوها بيكون رافض انها تتدرب ولكن هي حابه انها تتدرب وتزيد من قوتها عشان تبقى جامده بوفتكه. ولكن كاي بيكون مستغرب جدا وبيقول لها يا ست انت مش محتاجه اي حاجه من الكلام الوسخ ديت اصلا. لكن جوسي بتقول بغض النظر عن الكلام دي انا لازم اتدرب عشان انا اللي عايز ابقى اقوى، وان حاملين الوصايا مش بيتدربوا عشان يكونوا اقوى بس، بل بيكون في سبب تاني. واثناء هم بقى بيكونوا واقفين بنشوف ان في جرس القريه بيبدا بقى انه يضرب، وده معناه ان كل المزارعين هيبداوا ان هم يتجمعوا. وجوسي بقى بتقول له بص كده يا معلم انا لازم امشي دلوقتي عشان ابويا اصلا ما يعرفش ان انا بتدرب، ولو عرف دي هتبقى وقعه سودا. وكاي هنا بقى بيقول لها طب ثواني كده عرفيني السبب التاني اللي انت كنت بتتكلم عليه من شويه. ولكن هي بتقول له بقول لك ايه مفيش وقت دلوقتي، انا ورايا حاجات مهمه لازم ان انا اخلصها، لانها لازم تروح دلوقتي قريه ايدا عشان تنظف القبر اللي هناك، وان ملك الارض دي بيكون هناك وعشان كده لازم تدبر الدنيا ويجي معاها. وبالفعل يا صديقي بعد شويه بنشوف ان جوسي بيكون ماشي ومعاه شويه جنود متجهين للقريه. واحد بقى من الجنود بيبدا بقى انه يتكلم مع كاي بيقول له لا انا سمعت ان جوسي بتكون اختارت الفرقه ديت علشانك، لكن هو بيقول لها يا اسطى مفيش الكلام دي، انا وجوسي اخواتي وهي ما تعرفش ان انا في الفرقه ديت اصلا. وبعد شويه بنشوف ان هم بالفعل بيوصلوا لقريه ايدا اللي هي بتكون عباره عن خرابه. وبنعرف بقى ان القريه دي اللي كان بيحكمها هو بيكون ابو جوسي، بتكون اتدمرت بسبب هجوم الوحوش عليها بشكل متكرر، وبيكون بقى متواجد في الارض ديت قبر ملك الارض. ومره واحده بقى بنشوف ان جوسي بتقرب من كاي وبتطلب منه ان هو يجي معاها، ولما بقى بيوصلوا هناك بنشوف انها بتوريه الزرع الميت، وبعد كده بتبدا بقى تعمل شويه هبل كده على المشي. وبعد كده بتبدا بقى تعرف كاي انها بتتمنى ان ملك الارض ديت يمدهم بالقوه عشان يقدروا ان هم يحموها، ومش يعرفوا يعملوا الكلام ده غير بحمله الوصايا. وبسبب ان القريه ديت بقت مجوره قوه ملك الارض بدات انها تضعف مع الوقت، وبما ان انا بكون حملت الوصايا عن القريه ديت فانا اصلا بكون ضعيفه جدا، وكل اللي قادر اعمله ان انا اهتم بشويه زهور. وبتقول له على سبيل المثال القريه بتاعتهم المحاصيل فيها بتطلع بشكل كويس لان القائد بتاعها هو بيكون والدي اللي قوته بتكون جامده بوفتيقه، وهو ده بقى السبب الرئيسي اللي مخلي حمله الوصايا ان هم يزيدوا من قوتهم لنا، وده بقى السبب الرئيسي اللي مخليهم ان هم يستهلكوا احجار الوحوش عشان يقدروا ان هم يحافظوا على قوتهم. وبعد كده بقى بتقرر بقى انها تاخده وينزل تحت الارض للقبر الخاص بالملك. واثناء ما بقى بيقوم بعمل التنظيف كاي بيلبس الحجر بالغلط، وساعتها انا بقى بتكون الدهشه بالنسبه له ان هو بيكون قادر يقرا الرموز اللي بتكون موجوده على الحجر. وبالنسبه لجوزيف فتبدا بقى تعرفوا انها نفسها تكون اقوى عشان تقدر انها تخلي القريه دي تزدهر زي الاول والناس يرجعوا يعيشوا فيها من تاني. وهنا بقى صاحبنا بيتاكد ان حمل الوصايا ما يكونش كده بالعبث، بل هو بيكون عنده مسؤوليه لازم ان هو يهتم بيها. وعشان كده بيبدا بقى انه يسال نفسه سؤال محوري، هو الارض بتاعتي فين وانا ملك على ايه بالظبط؟ بما ان انا دلوقتي واحد من حمله الوصايا. واثناء بيكونوا واقفين واحد من الجنود بيوصل لعندهم بيعرفوا ان في وحوش بدات انها تهجم عليهم، وجوزي بقى بتكون حابه انها تقاتل الوحوش ولكن الجندي بيوقفها بسبب انها ما عندهاش الخبره الكافيه، وعشان كده بيطلب منها انها لازم تهرب من المكان فورا. وبالفعل ده اللي بيحصل، وبنشوف ان كاي بيكون معاها وشويه من الجنود. واثناء ما بيكونوا بيجروا معلم
وبعدين بيظهر بقى قدامهم وحش، ومش كده وبس، مجموعه كمان بتظهر من وراه وبيمنعهم ان هم يتقدموا اكتر من كده. وجيسي بقى بتتاكد ان هو ما يكونش قدامها اي خيار تاني وانها لازم تقاتل، وبدون اي مقدمات بتبدا بقى انها تظهر الشعار الخاص بيها. وانا بقى بنشوف ان واحد من الوحوش بيبدا بقى انه يقرب منها عشان بيكون حابب ان هو يخلص عليها، لكن البنت دي بتخاف وبتبدا بقى انها تتراجع. وانا بقى قايمه بيقول له ما بيديهاش وبيتدخل وبيقدر ان هو يطير دراع الوحش ده، وبعد كده بيعمل احلى موف اون على بقيه الوحوش وبيخلص عليهم واحد ورا التاني بكل سهوله. وفي ثانيه لثانيه بنشوف ان الشعار الخاص بكاي بيظهر، ولكن بيقدر ان هو يخفيه بسرعه. وهنا بقى جوسي بتكون متفاجئه من اللي حصل وبتتاكد ان اللي قدامها ده بيكون واحد من حمله الوصايه. وبعد ما الحوارات دي كلها بتخلص بنشوف ان جوسي بترجع بقى تاني على القريه وبتخش على ولادها فورا. وانا بقى اخويا بيبدا ان هو يعذبها بسبب انها كانت حابه انها تقاتل، وبيقول لها ان البنات ما ينفعش انها تقاتل، انا قلت لك 100 مره ان مكانكم المطبخ. ولكن هنا بقى الملك بيتدخل وبيقول لها اهم حاجه دلوقتي انها بتكون رجعت زي الفل. وبيبدا بقى يعرفوا ان في مفتش من السهول الوسطى هيجي لهنا، وعشان كده لازم ان هم يهتموا الفتره الجايه بالوحوش اللي حوالين القريه. وبعد ما الاخ الكبير بيخرج بنشوف ان الملك بيبدا بقى ان هو يتكلم معاه وبيقول لها انا سمعت ان كاي ده بقى طالع جامد بوفتكو وقدر ان هو يخلص على الوحش لوحده، وان انا متحمس جدا ان اشوف هذا الفتى الورع وهو بيكبر في المستقبل ويعمل انجازات عظيمه. وعند بقاي اول ما بيرجع للقريه بيكون واقف لوحده وبيتفاجئ ان اصحابه بيبداوا ان هم يتلفوا حواليه، وبيقول له خربانه معاك يا معلم، قدرت ان انت تقرب من الاميره واثبتت قدامها ان انت جامد بوفتكو بعد ما خلصت على شويه وحوش لوحدك. وفي نفس الوقت بنشوف ان اليسيا بتراقب كاي من بعيد، ومن الواضح كده انها بتكون غيرانه بسبب اللي بتسمعه. واصحابها بيقربوا منها وبيقول لها ان احنا سمعنا ان كاي دلوقتي بقى جامد بوفتكو وقدر ان هو يخلص على شويه وحوش لوحده، صحيح الكلام ده ولا ايه الدنيا؟ والظاهر كده ان ده هيكون املنا الجديد في المستقبل، وعشان كده الفتره الجايه لازم تقربوا منه قبل ما اي واحده تانية تتدخل وتخطفه منك. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند كاي اثناء بيكونوا واقف بنشوف ان جوسي بتقرب منه وبتقول له بقول لك ولا خد تعالى معايا. ولما بقى بيوصلوا المكان وبيكونوا فيه لوحده جوسي بتبدا بقى تشكره على انقاذها، وهي بقى بتقول له بص اثناء ما انت كنت في المعركه انا شفت ان انت بتمتلك شعار ملك، هل الكلام ده صحيح ولا ايه الكلام؟ ولكن بترجع بقى بتقول لنفسها اكيد الكلام دي مستحيل. ومن هنا بتبدا بقى تتكلم معاه وبتفتح له قلبها وبتبدا بقى تحكي له انها بتخاف من الوحوش، وبسبب اللي حصل للقريه ده فهي فهمت دلوقتي ان القوه لوحدها ملهاش لازمه، لازم ان هي تمتلك القوه والقراءه الكافيه. وعشان كده انا اتخذت القرار لازم اتدرب كل يوم، ولكن طبعا مش هتدرب لوحدي، انت لازم تتدرب معايا. طبعا يا معلم انت لازم تبقى جامد بوفتكا وامرك لازم ننفذها واكيد هتدرب معاكي. وبعد كده بقى بيسيبها عشان يروح يكمل الشغل اللي وراه. ولما بقى بيروح وبيبدا بقى انه يشتغل بيتفاجئ ان لسه بتقرب منه وبتديله كوبايه ميه وبتقول له اشرب يا معلم شكلك تعبان. وكاي بقى بيمسك كوبايه الميه وبيبدا بقى انه يشكرها ويقول لها الميه ديت من ايدك جامده بوفتكا. والبت هنا بقى بتكون في قمه الانشكاح وبتبدا بقى اصحابها ينادوا عليها، وعشان كده بتقول له بص هسيبك دلوقتي ولكن هرجع لك في وقت تاني. والصديق مهندس بيجي من وراه بيقول له خربانه معاك يابا والنسوان بداوا يجروا وراك. اما بقى بالنسبه لصاحبنا فهو بيكون في حته تانيه خالص وبيسمع صوت طائر وبيحس ان هو بينادي عليه، وبيكون حاسس ان هو سمع الصوت ده قبل كده وبيبدا بقى انه يفتكر وبيتاكد ان هو سمعه في الوادي. وصاحبنا بقى هنا بيتمنى انه يرجع للمكان ده من تاني. وفي نهايه اليوم بقى اثناء ما كله بيكون نايم بنشوف ان كاي بيبدا بقى يصحى على صوت الطائر، وعشان كده بيقرر بقى انه يسمع كلام الطائر ويروح معاه للوادي. ولما بقى بيبدا ان هو يجري في الغابه بيتفاجئ ان جسمه بقى خفيف اكتر من الاول، وبفضل بقى سرعته الجديده بيقدر انه يوصل للوادي في وقت قياسي. والولد بيكون في قمه الانشكاح ان هو بيكون مستمتع بالطبيعه الخلابه الموجوده في الوادي، وبيتمنى انه يقضي بقيه عمره في المكان ده، وبيكون بقى بيفكر ان هو بكده يقدر ان هو يقرا الرموز اللي عليه زي ما هو بيكون قراها في القبر، ولكن ما بيقدرش. ومن هنا بيبدا بقى انه يتكلم مع الحجر وبيشكره ان هو بيكون متاكد ان هو بيكون انقذ حياته في اليوم ده. وبعد ما بينضف شويه في الحجر بيبدا بقى انه يتمشى في الوادي وبيتفاجئ ان موجود فيه اكل. ومن هنا بقى بيقول ما بداش وبيقرر بقى انه يبني لنفسه كوخ في الوادي. وبعد كده بقى بيقرب من الاشجار وبيحاول بقى انه يقطعها بسحر النيران، ولكن ما بيقدرش لان هو بيولع في امهم. وعشان كده بيبدا بقى انه يفكر في طريقه من خلالها يقدر انه يستعمل السحر ده عشان يقدر انه يقطع بيه الاشجار. وبيبدا بقى انه يحاول اكتر من مره عشان يقدر انه يصنع حاجه اشبه بالسيف. وبعد شويه محاولات زي الفل اخيرا بيقدر انه يعملها، ولكن ما بياخدش باله، وده لانه مره واحده بيسمع صوت غريب وبيكون متاكد ان في حد بيحاول ان هو يقتحم الوادي. وعشان كده بيقرر انه يستعمل الشعر الملكي عشان يروح لهناك ويشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. وعلى الناحيه الثانيه بقى بنشوف ان في شويه وحوش بتبدا بقى تقرب من الوادي. المهم بقى بالنسبه لكاي اول ما بيوصل بيتفاجئ ان في كائنات صغيره بتحاول بقى انها تدخل للوادي. ولما بقى الكائنات الصغيره دي بتبدا بقى تتكلم معاه هو بيكون على الله حكايته ومش فاهم منهم اي حاجه. وبعد شويه بنشوف ان الزعيم بيوصل لعنده وبيكون اسمه بريك، وبيبدا بقى يعرفه ان هو بيكون من شعب الكورو. وصاحبنا بقى بيكون مستغرب جدا من اللي هو بيكون شايفه لان هو اول مره يشوف الجنس ده، وفوق كل ده كمان هو بيكون مندهش ان هو قادر يفهمه. وبريك بيعرفه ان هو بيكون قدر يكتسب لغه البشر بسبب ان هم كانوا بيتعاملوا مع التجار بشكل كبير. ومن هنا بقى بنشوف ان الزعيم وباقي اللي معاه بيبدا بقى ان هم يتحاملوا قدام كاي لان هم بيكونوا دخلوا منطقه محرمه، وبيبدا يعرفوا ان هم بيكونوا جايين هنا عشان عايزين ان هم يجددوا الاتفاقيه اللي كانوا ما بينهم وما بين ملك الوادي العظيم. وبعد شويه بيبدا بقى ان هم يقعدوا مع بعض وبيبدا بقى يحكوا لكاي ان هم كانوا عايشين في اراضيهم بسلام، لكن للاسف في يوم من الايام الوحوش بدات انها تحكم بكل غباء عليهم لغايه ما قدروا ان هم يسيطروا على اراضيهم بالكامل. وللاسف ما قدروش ان هم يعملوا اي حاجه للوحوش ديت لان هم بيكونوا ضعفاء بالنسبه لهم. وبوريك مره واحده بقى بيبدا بقى انه ينادي على كاي بلقب ملك التحكيم، وكمان بيطلب منه المساعده في المشكله اللي هم بيكونوا واقعين فيها. وكاي بقى بيقول له بص اي نعم ان انا بكون عايز اساعدك، ولكن يعني ايه ملك التحكيم اللي انت ناديت عليا بيها من شويه؟ وبوريك بقى بيعرفوا ان ملك التحكيم يعني الشخص اللي بيمتلك قوه بتفوق كل الكائنات وعنده القدره ان
هو يخلص على اي حد، وكمان هو المسؤول عن حمايه جميع الكائنات. وكاي بيقول له ثواني كده افهم من كلامك ان انا بكون الشخص اللي انت بتتكلم عليه؟ لا يا معلم استحاله، لان انا اصلا بكون على الله حكايته وما فهمش اي حاجه، انت لسه ما عرفت الكلام دي اصلا بنفسك. واحد بقى من الكور اللي بيكونوا متواجدين بيقول له صدق انت فعلا عندك حق، لان انا مش مصدق ان انت بتكون ملك التحكيم اصلا. وده لان سمعنا الملك التحكيم اللي احنا كنا بنتبعه من زمن طويل بدا ان هو يتجسد من جديد، واللي اعرفه ان هو كان محارب شرس كان بيفرض عقوبات على اي حد ما كانش بيؤمن بيه، وانا استحاله اصدق ان شخص هلفوت زيك يكون هو نفسه الشخصيه الاسطوريه اللي انا بتكلم عليها. وكاي بقى بيقول له ثواني كده ايه اصل الكلام الوسخ ده تقصد ان انا هلفوت؟ لكن هنا بقى بريك بيتدخل وبيبدا بقى ان هو يديه وبيعرفه ان هو بيكون متاكد من كلامه، وده لان في شباب الكور بقى انه يدخل الوادي ده من غير اذن الملك، وبسبب بقى كده فهو بيكون اتعمى بسبب ان هو بيكون عاقبه. وكاي بقى بيقول له ثواني كده افهم منك ان انت بتكون قابلته قبل كده؟ وبريك بيقول له مظبوط اي نعم، دلوقتي ان انا بكون اعمى ومش قادر ان انا اشوف من ضوء الشمس من جديد، ولكن اقدر ان انا احدده من وسط الاف الاشخاص، وان انا بقدر احس بالطاقه الروحيه الموجوده جوه الاشخاص، وان انت جواك طاقه روحيه جامده مفتقه، وعشان كده انا متاكد ان انت بتكون ملك التحكيم الجديد. وجاي هنا بقى بيكون مندهش ان هو بالفعل بيكون قدر يحصل على حمايه ملك الوادي، وبيعرفه عشان كده هو قرر بقى انه يبعت بنته اروى هنا للوادي عشان تبدا بقى انها تعيش فيه. وكاي بقى بيكون مندهش وعشان كده بيقرر بقى انه يرجع تاني الوادي بسرعه قبل ما البنت ديت يحصل لها اي حاجه. ولما بقى بيوصل هناك فاجئ انها بتكون اتصابت باصابات خطيره، وعشان كده بقى بيضطر ان هو يستعمل قوته السحريه ويبدا بقى في علاجها، وبالفعل بينجح. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند شعب الكورو بنتفاجئ ان الوحوش بدات انها تهجم عليهم من جديد، وعشان كده كاي بيتحرك بسرعه عشان يروح ينقذهم، وبالفعل بيقدر انه يخلص على اول واحد منهم. وكاي بقى الوحوش اول ما بيشوف كورو بيقرر انه يستعمل هو كمان الشعار بتاعه، بيتضح ان هو بيكون واحد من حمله الوصايا. وبالنسبه لكاي مره واحده بقى بيبدا بقى انه يسمع صوت غريب بيامره ان هو لازم يخلص على الوحوش ديت ويحسسهم بمعنى الرعب الحقيقي. وهنا بقى كاي بيتاكد ان اللي سمعه ده هو بيكون صوت ملك الوادي. وهنا بقى بنشوف ان بريك بيوصل بقى عند كاي بيعرف ان هو كمان بيكون واحد من حمله الوصايا وهيساعده في قتال الوحوش، وبيبدا بقى يعرفوا ان شعب الكورة كلهم بيكون عندهم استعداد يضحوا بحياتهم لاجل ملك الوادي. المهم بقى معلم بنشوف ان الاثنين دول بيبداوا بقى ان هم يتعاونوا مع بعض وبيخلصوا على الوحوش واحد ورا الثاني، وبعد ما كورو بقى بيخلص على كل الوحوش ما بيكونش غير فاضل واحد بس، وعشان كده بيبدا بقى انه يقرب منه. وساعتها بقى الحجر الموجود في قلب الوادي بيبدا بقى انه يطلع منه ضوء ازرق شديد، وبسبب اللي حصل بنشوف ان كاي هو كمان قوته بتبدا بقى انها تزيد بشكل كبير. والوحش لما بيحس بقى بقوه كاي المرعبه بيبدا بقى انه يتوسل ليه ان هو يرحمه ويسيبه ويمشي، وبيعرفوا ان القتال ده اللي ما بينه وما بين شعب الكورة والمفروض ان هو ملوش دخل اصلا. لكن كاي بيقول له مفيش الكلام الوسخ ده عشان انت بتكون ارتكبتوا جريمه كبيره وان انتوا كنتوا حاربتوا الوادي بتاعه، لازم ان انتوا تتعاقبوا. وعشان كده بيبدا بقى انه يستعمل قوته الجديده، وبيقدر ان هو يستعمل تقنيه اول مره يستعملها وبيشكلها على هيئه سيف، وبيقدر ان هو يخلص الوحش ده بكل سهوله. وبعد كده بقى بيقرب من جثه الوحش ده وبيقدر ان هو يخرج منه الحجر بتاعه، وبيكون بقى في قمه الاندهاش لان ديت اول مره ليه يقدر انه يحصل على حجر بالقيمه ديت، وبيكون بقى متردد ان هو يستهلكه لان المفروض ان اي حد عنده قوه الوصايه ما ينفعش ان هو يكون عنده اي قوه اضافيه. لكن العجوز بيبدا بقى انه يصحح له مفاهيمه وبيعرفه بالعكس ان الموضوع ده ينفع جدا بالنسبه لك، وده غير ان قوتك الروحيه هتبدا بقى انها تزيد. وصاحبنا بقى بيقول ما بيداش وبيبدا بقى انه يقسم الحجر ده لجزئين، وده طبعا عشان يدي العجوز واللي معاه شويه من الاكسير اللي موجود في قلب الحجر. اما بقى بالنسبه للبقيه فهو بيكون ليه، ولما العجوز بيبدا بقى يشربه بيحس بتعب شديد، لكن بيبدا بقى انه يطمن اللي حواليه ان هو بيكون زي الفل. وبالنسبه بقى لصاحبنا بعد ما بيقدر ان هو يشرب الجزء اللي معاه بالكامل بيبدا بقى انه يتعب بشكل كبير، لكن العجوز بيبدا بقى انه يطمنه وبيعرفوا ان القوه اللي هيبدا بقى انه يمتلكها ديت هي قوه سيطره الاورك، واكيد هو هيقدر ان هو يسيطر عليها مع مرور الوقت. المهم بقى بالنسبه لكاي بيقرر انه يرجع الوادي من تاني، ولكن بيعرف بقى الاقزام ان هم لازم يمشوا من المكان ده قبل ما يتاذوا اكتر من كده. واول لما بيوصل الوادي يا معلم بنشوف ان هو بيروح في سابع نومه، وبيبدا بقى انه يحلم بكابوس لما كان صغير والقريه اللي هو كان عايش فيها اتدمرت على ايد الوحوش ومفيش اي حد قدر ان هو يعمل لهم اي حاجه. وعشان كده مره واحده بقى بيصحى من النوم مفزوع من اللي هو بيكون شافه، وهنا بقى بتكون مفاجاه بالنسبه له ان البت اللي هو بيكون انقذها امبارح كانت نايمه جنبه اصلا، وبيعرف بقى منها ان هي اللي بتكون غطته لما هو كان في الغيبوبه، وفوق كل ده كمان هي موجوده هنا عشان تخدمه، وده بيكون بامر من زعيم القريه بتاعتها واللي هو اصلا بيكون ابوها. لكن صاحبنا بيقول لها بقول لك ايه بطلي بقى عبط الله يبارك لك وارجعي تاني للمكان اللي انت جيتي منه، لكن هي بتعرفوا ان الكلام ده ما ينفعش دلوقتي عشان ده هيكون بمثابه عار ليها واللي كمان لابوها، وده غير خالص ان هو بيكون انقذ حياتها، وعشان كده هي بتكون حابه انها ترد له الجميل. لكن كاي بيقول لها فكك من الهري ده ولازم ترجعي تاني لقريتك وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده مع بعض، عشان هو كمان لازم يرجع للقريه بتاعته قبل ما اي حد يحس بغيابه. ومجرد ما بيخرج من الوادي بيتفاجئ ان الاقزام بيكون لسه موجودين، والعجوز هنا بقى بيبدا بقى انه يشكره المره العشرمية عشان هو بيكون انقذ حياتهم. وبعد كده بقى بيطلب منه طلب جريء ان هو بيكون حابب يتنيه هو والشعب بتاعه في الوادي لفتره زمنيه مؤقته، وده لحد ما يقدروا ان هم يحلوا مشكله القريه بتاعتهم اللي بتكون مستهدفه من الاورك. وكاي هنا بقى بيكون محتار وبيكونش عارف يعمل ايه، ولكن مره واحده بتجيله فكره وبيعرفوا انه مسموح لهم ان هم يعيشوا مؤقتا في الغابه اللي حوالين الوادي، وطبعا ممنوع اي واحد فيهم ان هو ينزل تحت نهائيا. وبعد كده بقى صاحبنا بيقرر انه يرجع للقريه بتاعته بسرعه، واول بقى حد بيقابله هناك في وشه هي بتكون الاميره جوسي، وبتبدا بقى انها تساله هو انت ليه اتاخرت عليا النهارده، وغير كده هو انت
كنت فين اصلا؟ وبقول لها مفيش يا ست البنات، راحت عليها بس نومه مش اكتر. لكن ما علينا، الاميره بقى بتضيعش وقت اكتر من كده، وبتبدا بقى انها تهجم عليه، ومن هنا بتبدا بقى التدريبات. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند المزارعين بنشوف ان هم بقى بيكونوا متضايقين من كاي بسبب ان هو ما بقاش يشتغل معاهم زي الاول، ووسطهم هم بقى بيكونوا واقفين هنا بتكون مفاجاه ان الملك بيجي لعندهم ويبدا بقى يسالهم عن مكان كاي. وبعد ما بيعرف مكانه بيقرر بقى انه يروح يجيبه عشان بيكون حابب ان هو يختبر قوته بنفسه، وده طبعا بعد كل الاشاعات اللي بتكون طلعت عليه في اخر فتره. واصحاب بقى كاي بيكونوا مندهشين اصلا من اللي بيحصل، ان حاكم المدينه بنفسه جاي هنا عشان يتحدى واحد من الجنود العاديين. وقبل ما المواجهه بتبدا بنشوف ان الحكم بيقرب من كاي عشان يديله العصايه بتاعته، وبيبدا بقى يحذره انه ما ينفعش يستعمل ضد الملك اي حيله رخيصه او كمان يتساهل في القتال وما يستعملش كل قوته، عشان لو عمل اي حاجه من الكلام الوسخ ديت هيتعرض لعقوبه فوريه. وقبل ما بيبدا بقى النزال بنشوف ان الملك بيبدا بقى انه يتكلم مع صاحبنا وبيقول له انا سمعت عنك كلام كتير من ساعه ما قدرت ان انت تنقذ بنتي، وعشان كده انا عايزك تطلع كل اللي عندك النهارده وما تخافش مني كمان عشان انا اصلا مش ناوي اخلص عليك. وساب بقى الكلام ده كاي بيبدا بقى انه يفتكر كلام العجوز لما قال له ان انت لازم تخفي قوتك الكامله عن الجميع، لانك لسه مكتسب القوه ديت يا دوبك من كام يوم، ولحد دلوقتي ما عندكش القدره ان انت تتحكم فيها بشكل كامل، ولو تعرف انك عندك القوه ديت فهتكون هدف للكل وهيكونوا حابين ان هم يخلصوا عليك. ولما بقى بتبدا المعركه بياخد بنصيحه العجوز وبيقرر بقى انه يخفي قوته الروحيه عن الموجودين، لكن في المقابل الملك بيبدا بقى انه يهجم عليه بكل غباء ومش بيديله اي فرصه حتى ان هو يتنفس، لدرجه ان كاي كل اللي هو قادر يعمله انه يتفادى الهجمات عشان لو خد واحده هيكون في خبر كان. ولا اراديا بقى في نص المعركه بنشوف ان الشعار بتاعه بيظهر على وشه، لكن بيقدر انه يلحق نفسه ويخفي بسرعه، واثناء ما بيكون متلقح على الارض بنشوف ان الملك بقى بيقرب منه وبيقول له من الواضح كده ان انت واخد اكبر من حجمك الطبيعي، وبيقرر بقى انه يديله واحده وان هوك. لكن هنا بقى الملك بيتفاجئ انه كاي بيكون قادر انه يفلت من تحت ايده، ورغم كده بيقرر بقى انه يهجم عليه من جديد بكل غباء. وكاي كالعاده كل اللي هو بيكون عمال يعمله ان هو يتفادى الهجمات لحد ما بيقع على الارض، ومن هنا بقى بيقول ما بداش وبيقرر بقى انه يهجم عليه هو كمان المره دي، لكن العصايه اللي هو بيستعملها ضد الملك دي بالنسبه له بكل لعبه وبيقدر ان هو يكسرها له بكل سهوله. لكن كاي ما بيتسلمش وبيندفع في اتجاه الملك، وبيقدر بقى انه يمسك رجله، وده بقى بيخلي اولاد الملك ان هم بيكونوا مندهشين من اللي بيحصل ومش فاهمين هو ابن العبيطه ده ناوي يعمل ايه بالظبط. اما بقى بالنسبه للملك فهو بيجيب اخره من لعب العيال اللي بيحصل، وبيمسكوا بقى من دماغه وبيرزقوا واحده بيطيروا من المكان. وصاحبته بقى جيسا لما بتشوف الكلام الوسخ ديت بتكون قلقانه بسبب اللي حصل له، ومع رغم ان نتيجه المعركه بنشوف ان الملك بيقرب من كاي بيمدحه على قوته، وبيعرفوا كمان ان هو من بكره هو اللي هيكون مشرف على تدريباته. وجيسي لما بتسمع الكلام دي فهي بقى بتكون في قمه الانشكاح، لكن بالنسبه لاوي فهو ما بيكونش راضي عن مستواه لان بالنسبه له ده مستوى طبيعي لاي جندي. تمر بقى الايام على المعركه اللي حصلت ديت ما بين كاي والملك، ومع اول فرصه بقى بيقدر ان هو يستغلها عشان يقدر انه يخلع من القريه ويروح للوادي بتاعه، وبيقرر بقى انه يروح هناك بدون اي تردد، وده عشان الفتره اللي فاتت الملك ما كانش سايبه وعمال بقى يتدرب معاه ليل مع نهار. المهم لما بقى بيوصل هناك بيكون مندهش لان بيلاقي فيه خيمه بتكون موجوده، ولما بقى بيدخلها بيتفاجئ ان نفس البنت بتكون موجوده وما مشيتش، وعشان كده بيبدا بقى انه يتعصب عليها لان هو بيكون مفكر ان الاقزام هم اللي بيكونوا عاملوا الخيمه ديت، وبيقول لها ولا مش نبهت عليهم ان مفيش ولا واحد فيهم ينفع ان هو ينزل هنا؟ وهي بقى بتقول له بالفعل ده اللي حصل ومفيش ولا واحد فيهم بيكون نزل هنا وانا اللي عملت كل ده لوحدي. والبنت دي بقى بالمناسبه صديقي بيكون اسمها اورا، وبتكون بقى محضره له شويه اكل، واول لما بيشوفه بيكون في قمه الانشكاح لان ديت اول مره في حياته يشوف اكل بالشكل ده، وابن المفجوعه ده بيبدا بقى انه يعمل عليه احلى موف انه وكانه ما اكلش اكل قبل كده، لدرجه ان اورا بتجيب له اكتر من صنف مختلف، وحتى لما بيرجع لقريته اصحابه بيكونوا غيرانين منه بسبب ان هو بيكون واخد اكل اكتر منهم. والمسؤول عن توزيع الطعام بتبدا بقى نتزاوم بتعرفوا ان كاي بقى اشطر منهم بيخلص شغله مش كزول زيهم، وصاحبه بقى بيقول له خربانه معاك ابو الصحاب، شكل تدريبك مع القائد هيروق عليك على الاخر. لكن ما علينا، بتمر بقى الايام على صاحبنا في القريه وفي الوادي من غير ما اي حد يلاحظ عليه اي تغيير. بالليل بقى بيكون موجود في الوادي والصبح بيكون موجود في القريه عشان يتدرب مع بنت الزعيم، وكمان بقى يخلص شغل اول باول، والكل بيكون مندهش من التغيير اللي بيكون حصل له. ولما بقى بيرجع للوادي بيقرر بقى انه يروق على شعب الاقزام ويساعدهم في بنايه البيوت ليهم، وده لحد ما يقدروا ان هم يحلوا مشكله القرب ويقدروا ان هم يرجعوا لبيوتهم من جديد. وفي يوم بقى من الايام في القريه بنشوف ان كاي ومجموعه من اصدقائه بيحاولوا بقى ان هم يحركوا صخره عملاقه ولكن مش بيعرفوا، وعشان كده الزعيم بيقرر بقى انه يتدخل ويبدا بقى انه يستعرض عضلاته، وبعد شويه معاناه بالفعل بيقدر انه يشيلها وسط اندهاش الجميع لان قوته البدنيه لا تقارن باي حد وسطهم، وهو ده المعنى الحقيقي للقائد اللي بيحمل واحده من الوصايا. وفي نهايه اليوم بنشوف ان كاي بيكون موجود في الوادي وبيحاول بقى انه يعالج شويه نباتات عشان يزدهروا من جديد، لكن قوته ما بتكونش كفايه وما بيقدرش ان هو يعمل ليهم اي حاجه. ومن هنا بقى بيتاكد ان لسه قدامه الطريق طويل وحاجات كتير هيبدا ان هو يتعلمها. وفي نهايه بقى احد الايام بنشوف ان انيس بقى بتكون موجوده في نص الحقول، وهنا بقى كاي بيقرر انه يروح لعندها عشان يعرف هي بتعمل ايه بالظبط، وهي بقى بتبدا تعرفه انها بتحب تيجي للمكان ده كل فتره لان شكل الزهور ديت وهي بقى بتكون متفتحه بيكون جميل جدا، وكمان دي الذكرى الوحيده اللي بيفكرها بالقريه بتاعتها قبل ما تتدمر على ايد الوحوش، وكل اللي بتكون قدرت انها تحصل عليه قبل ما القريه بتاعتها تتدمر بالكامل على ايد الوحوش شويه بذور للزهور ديت، وعشان كده هي بتكون متعلقه بيها. وهنا بقى كاي بيفهم انها بتتكلم على القريه بتاعتهم اللي بتكون اتدمرت زمان على ايد الوحوش، وانيس بقى بتقول له بص كده معلم بغض النظر عن اي حاجه انا فخوره بيك لانك دلوقتي اصبحت كمان بوفتيق لدرجه ان انت قدرت ان انت تشد انتباه الملك وكمان هو اللي بيدربك. لكن هو بالله يا ستي ما تكبرش الموضوع لان قوتي مش هتوصل لقوه ابناء الملك اللي عندهم وصايا زي والدهم، وكل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بتدرب عشان اكون اقوى من اللي انا عليه. وبسبب بقى الكلام ده انيس بقى بتبدا انها تفتكر ذكريات الماضي الاليم بعد ما هي بقى والنجيم من
من القريه قرروا ان هم يخرجوا منها عشان يروحوا لمكان جديد. وسط بقى حاله الياس اللي هم كانوا فيها، واحد من الوحوش بيكون ظهر قدامهم، بدا بقى ان هو يخلص عليهم واحد ورا التاني، وبسبب كده كاي بيندفع في اتجاهه بكل غضب، وبيقدر ان هو يمسك في رجليه لحد ما الحاكم ده بيكون اتدخل في اللحظات الاخيره وقدر ان هو ينقذ حياتهم. وبعد كده قرر بقى ان هو ياخدهم معاه للقريه بتاعته عشان يبداوا ان هم يعيشوا معاه. ومن اليوم ده كاي بقى قرر بقى انه ياخد عهد على نفسه ان هو لازم يكون اقوى عشان يحمي قريته الجديده والناس اللي بيحبهم. ولما بقى بنرجع من الفلاش باك بقى بيكون باين على وش كاي ملامح الغضب، لان اهل قريته القديمه كانوا مستسلمين للوحوش وما فكروش اصلا ان هم يدافعوا عن نفسهم، وعشان كده هو لازم يكون مختلف عنهم تماما. ولزنا بقى بتبدا تعرفوا انها بتكون واثقه فيه لان هو فعلا شخص طموح. وعلى الناحيه الثانيه بقى في الغابه بيظهر بقى واحد من الوحوش الأوركو، بيكون واضح عليه ان هو بيكون واحد من حمله الوصايا، واي حد بقى بيجي في وشه من على شكل الوحوش اللي بيكون على شكل القلوب بيقدر نخلص عليهم بكل سهوله، لحد ما بيقدر نوصل عند القائد بتاعهم ولسه هتبدا بقى المواجهه ما بينهم، بيقدر نخلص عليه بدون اي عناء. وبعد كده بقى بيقرر بقى انه ياخد كل اتباعه عشان يروح للوادي ويخلص على الحاكم الجديد اللي بيكون ظاهر هناك. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند صاحبنا بنشوف ان هو بيكون متواجد في الخيمه اللي موجوده في الوادي مع اورا عشان هي بتجهز له شويه هدوم جديده بدل اللي هو بيكون لابسها. وفي تاني يوم بقى بنشوف ان كاي بيكون موجود في القريه وخاصه في المخازن اللي بيخزنوا فيهم المحاصيل، ومره واحده بقى بياخد باله من حبه رز، وبيكون بقى حابب انه يحصل على شويه رز زي الفل عشان يقدر انه يعمل لنفسه كده كره رز. وانا بقى اليس بتطب في دماغه وبتبدا تساله عن كره الرز اللي هو بيكون عمال يتكلم عليها كل شويه، وهو بيقول لها ما فيش يا ست، انا تقريبا كل يوم بحلم بام الاكل ديت. ومره واحده بقى بيوصلوا عنده شويه من صحابه بيقولوا يا عم الحبيب فكك بقى من جو التعطيف والتلطيف ده وتعالى معانا عشان تساعدنا. وبعد شويه بنشوف ان الملك بقى بيوصل لعندهم، بيعرفوا ان هم لازم يشيلوا اكبر كميه من المحصول عشان يخبوه، وده لان عشان في واحد من مفتشين المملكه ممكن يوصل اللي عندهم النهارده، ولو شاف كميه المحصول الكبيره اللي هم بيمتلكوها هياخد جزء كبير منها بغض النظر عن حالتهم. وعند بقى صاحبنا بيبدا بقى انه يتكلم مع صاحبه منسو، بيبدا بقى يساله هو المفتش اللي بيكون جاي للقريه ده عنده واحده من الوصايا زي الملك ولا ايه الكلام، وبيقول له مظبوط، وده غير ان قوته الروحيه بتكون جامده بفتيك. وبعد شويه وقت بالفعل بنشوف ان موكب المفتش بيوصل للقريه، ولما بقى العربيه الخاصه بالمفتش بتخش للقريه الملك بقى بيلاحظ ان العربيه بتاعته بتكون مضروبه بكميه كبيره من الاسهم، والمفتش بقى بيبدا بقى انه يتكلم معاه من العربيه وبيقول له ما تقلقش يا معلم انا زي الفل، طلعت عليا شويه وحوش قدرت ان انا اخلص عليهم. المهم بعد ما بينزل من العربيه بيلفت انتباهه جمال جوسي، بيبدا بقى انه يتغسل فيها قدام والدها، ومن الواضح عليها انها اصلا ما بتكونش طايقه امه. المهم بعد ما المفتش بقى بيتحرك بعربيته وبيلاحظ بقى ان في شخص غريب بيكون جاي وراه، وهنا الملك بيوقفه عشان بيكون حابب ان هو يتعرف عليه، والجدع ده بيعرفه ان هو ما يعرفش المفتش شخصيا ولكن هو بيكون قابله في الغابه وطلب منه ان هو يكمل طريقه معاه لحد ما يوصل للقريه. وبالمناسبه صديقي الجدع ده بيكون اسمه مادا. المهم بعد شويه بقى معلم بنشوف ان المفتش ده بيكون وصل للمخازن الخاصه بالقريه، وبيلاحظ بقى ان المحصول بيكون متواضع، وعشان كده بيبدا بقى انه يتكلم مع الملك وبيقول له اوعى يا معلم ان انت بتاخد المحصول ده وبتخبيه عنا. والملك بيقول له انا لا مفيش الكلام الوسخ دي، وبيبدا بقى انه يتحجج بالطقس ان هو بيتغير كل شويه وده اللي تسبب في قله المحاصيل. والمفتش بقى بيقول له خلصان يا معلم انا هقعد بقى معاكم كام يوم وحابب ان انا اشوف الطقس المتغير ده. وبعد شويه بنشوف ان جوسي بتكون ماشيه مع ابوها وبتعرف ان هو ما بيكونش طايقه ام المفتش ده، بقول لها يا بنتي ما ينفعش الكلام دي، هو برضه بيمثل المملكه وما ينفعش ان احنا نهينه. وبعد كده بقى بنروح عند كاي وبيبدا بقى انه يتعرف على الجدع اللي بيكون جاي مع المفتش وبينبهه ان هدومه بتكون متلطخه بالدم. ولسه بقى كاي هيبدا بقى انه يعرف عن نفسه ليه الجدع ده بيعرفه ان هو اصلا بيكون عارفه، وبقول له اكيد انت الولد اللي الكل بيكون عمال يتكلم عليه، اللي قدر ان هو يكتسب قوه كبيره من استهلاك احجار الوحوش، وان احنا الاثنين شبه بعض، اللي انا قدرت ان انا اكتسب قوتي بنفس الطريقه لدرجه ان هو بيظهر ليه الشعار الخاص بالوصيه بتاعته. المهم بقى على الناحيه الثانيه بقى بنشوف ان ابن المفجوع ده بيكون محطوط قدامه اكل كتير فشخ وجمع بوفتيكه، لكن هو ما بيكونش مقتنع بيه وبيقول لهم انتوا لازم تجيبوا له اكتر من الاكل ده مش هيكفيني لوحده. وده بقى اللي بيخلي سكان القريه ان هم مش طايقينه اكتر ما هم اصلا مش طايقينه، لان هم مش عارفين ياكلوا بشكل طبيعي طول ما هو بيكون موجود. وعند بقى الملك بنشوف ان الجدع اللي بيكون اسمه نادي ده بيجي له وبيبدا بقى ينبهه ان في كميه كبيره من الاورك بيكون ظهروا في الغابه وشكلهم كده ناويين ان هم يحتلوا اجزاء من اراضي البشر، وهو بقى بيكون جاي له النهارده عشان يطلب مساعدته، بيكون حابب انه ياخد منه شويه جنود ويبدا بقى انه يستكشف الغابه لحد ما يقدر انه يحدد مكان الاورك. والملك بقى بيحس ان هو بيكونش قدامه اي خيار تاني، وبالفعل بيقرر بقى انه يساعده ويدوا له شويه جنود. وعند بقى كاي بنشوف ان هو بيكون موجود في الوادي مع اورا، وبيعرف ان هو بيكون خلاص بعد كام يوم هيطلع في مهمه بامر من الملك من القريه اللي هو بيكون عايش فيها، لكن هي بتكون معترضه على الفكره ديت، ومن الواضح يا صديقي انها بتكون خايفه عليه وبتقول انها حاسه ان هو ممكن ما يرجعش مره تانيه، لكن كاي بيطمنها وبيقول لها ان القوه اللي هو بيكون حصل عليها في الاساس عشان يحمي الوادي واكيد هو هيرجع هنا تاني. ولما بقى بيخرج من الوادي بيلاقي ان العجوز ده بيكون مستنيه، وبيعرف ان هو عارف ان هو يدخل الغابه عشان يدور على الاوركر اللي بيكونوا ظهروا في الغابه مره واحده، وبيعرفوا ان هم كده كده اصلا جايين للوادي عشان بيكون هدفهم انهم بيدوروا على الاوركر اللي هو بيكون خلص عليهم اصلا. وكاي بقى بيقول له يا اسطى لا تقلق كل حاجه تحت الكنترول. المهم في تاني يوم بنشوف ان الاميره بتكون موجوده مع الفريق اللي هيدخل الغابه عشان يبدا بقى انه يستكشفها، وده بقى اللي بيخلي اخوه ان هو بيكون متضايق وبيبدا بقى يسال ابوه وانت عملت كده ليه اصلا، وكان من الاولى ان انا اللي اروح مكانها، لكن الاب بيطمنه وبيعرف ان هو سابه هنا في القريه عشان
بيكون ليه مهمه تانية، وان هو يتحرك كمان شويه عشان يروح يدور على الوحوش اللي هجمت على المفتش اثناء ما هو كان جاي هنا للقريه. اما بقى بالنسبه لاختك فكاي بيكون موجود معاه وانا متاكد ان هو متكفل بحمايتها، وبتعرفوا انها بتكون عملت له كره الرز اللي كان وجع دماغهم بيها، واي بقى بيكون مندهش انها بتكون قدرت تعمل الكلام دي مع الرغم ان هو ما تعرفوش، وبيقرر بقى ياخد منها الاكل ويكمل بقى رحلته مع الفريق. المهم بعد شويه ماشي بقى زي الفل بيقدروا ان هم يوصلوا للمكان، وبعد كده بقى الكاهن بيقرر بقى انه يفتح الخريطه عشان يعرفوا الطريق اللي هيمشوا منه. لكن مره واحده بقى بيجي لعندهم واحد من الجنود وبيعرفهم ان في مجموعه كبيره من الوحوش بتكون ميتين في مكان قريب منهم، ولما بقى بيوصلوا هناك وبيشوفوا المنظر اللي قدامه ده بيكونوا متاكدين ان الاورك بيكونوا عدوا من المكان ده. ولما الكاهن بيبدا بقى انه يحل الموقف بيعرفوا من القائد الخاص بالاورك اكيد هو عنده قوه روحيه كبيره، واثناء صاحبنا بقى بيكون واقف وعمال بيفكر ايه اللي مخلي الاورك يعملوا كل الكلام دي اصلا. والكاهن هنا بقى بيقرب منه وبيعرفوا ان الاورك دلوقتي بيكونوا عمالين يدوروا على المقبره لواحد من الملوك، ولو قدروا ان هم يوصلوا لها هيقدروا ان هم يكتسبوا قوه جباره، وعشان كده لازم ان احنا نوصل للمقبره ديت قبلهم، عشان في حاله لو الاورك دول بيكونوا قدروا ان هم يكتسبوا القوه اللي بيعصوا وراها مش هيقدروا ان هم يعملوا معاهم اي حاجه. وكاهن بقى بيسمع الكلام وبيكون محتار ومش فاهم اي حاجه، وعشان كده بيبدا بقى يسال الكاهن عن نوع القوه اللي الاورك دول عمالين يدوروا عليها. والكاهن بقى بيقول له بص كده يا معلم، القوه اللي هم بيدوروا عليها دي بتكون عباره عن مزيج ما بين الخير والشر، واللي بيقدر ان هو يمتلك القوه ديت مفيش اي حد على وجه الارض بيقدر ان هو يقف قدامه. وهنا كاي بيقطع الشك بالكين وبيتاكد ان هو بيكون قصده على القوه اللي هو بيكون خدها من الوادي. بس ما علينا، بعد كده بقى بيكملوا طريقهم لغايه ما بيقدروا ان هم يوصلوا لقريه خاصه بانصاف البشر، وبتكون هي كمان متدمره بالكامل، وده مع الرغم من الكائنات اللي بتكون عايشه في القريه ديت بتكون مسالمين بطبيعتهم، وده بقى اللي بيخليهم ان هم بيكونوا مقلقين لان من الممكن يكون لسه موجودين مجموعه من الاورك في القريه، وعشان كده بيقرر بقى ان هم ينقسموا المجموعات. وبالنسبه بقى للاميره بنشوف انها بتكون ماشيه مع اتنين من الجنود لغايه ما بيوصلوا لمكان فيه دم، ولما بقى بالتانيه ماشيه ورا الدم ده بتعرف ان هو بيكون خارج من واحد من البيوت. اما بقى بالنسبه لكاي بنشوف ان هو بيكون موجود مع الكاهن في مقبره تحت الارض، والمفاجاه بالنسبه له ان الكاهن ده بيقدر ان هو يستعمل مهاره النيران اللي صاحبنا اصلا بيقدر ان هو يستعملها. والكاهن بقى بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيساله بقول لك يا معلم هو انت شفت المهاره دي قبل كده؟ وانا بقى كاي بيعمل فيها من بنا وبقول له لا ده انا اول مره اشوفها اصلا. المهم بيكمل بقى طريقهم لحد ما بيوصلوا عند مقبره الخاصه بملك الارض، وبيكون بقى موجود فيها صخره ضخمه عليها نفس الرموز الغريبه. وكاي بقى هنا بيتفاجئ ان الكاهن ده بيطلع كتاب من معاه عشان يبدا بقى انه يفك رموز ويفهم بقى اللي مكتوب على الحجر. وبالنسبه بقى لصاحبنا بيبدا بقى انه يستكشف المكان اكتر لحد ما بيتفاجئ ان في بنت بتكون مرميه ورا الحجر وكمان بتكون ميته. وعند بقى الاميره هي والجنود اللي معاها بتشوف ان هم بيكونوا واقفين قدام باب البيت اللي بيكون خارج منه الدم، ومجرد ما بيفتحوا الباب بيتفاجئوا ان في واحد من الاورك بيتلقح قصادهم. وبعد شويه وقت بنشوف ان كاي والكاهن بيقدروا ان هم يوصلوا عندهم، وبيكون بقى معاهم البنت اللي بيكون لقوها في المقبره، وبيعرفوا بقى من لبسها انها بتكون الحاكمه الخاصه بالقريه، وده بقى اللي بيزيد حيرتهم اكتر لان المفروض انها بتكون من حمله الوصايا وما تموتش بسهوله. والكاهن هنا بقى بيبدا انه يحلل الموقف وبيعرفوا من الاورك اللي بيكون مرمي على الارض ده بيكون ميت بطعنه من سيف حاكمه القريه، وبيستنتجوا ان الحاكمه دي كانت بتقاتل الوحوش الاورك ديت اصلا لوحدها، ودي بقى النتيجه الطبيعيه لاي حد بيقاتل مجموعه لوحده. وده بقى اللي بيخلي الاميره انها بتكون مندهشه من شجاعه قائده القريه انها بكده ضحي بحياتها عشان تنقذ الناجين من القريه ويقدروا ان هم يهربوا منها. وبعد كده بقى بنشوف ان الكاهن بيفتح بقى الخريطه بتاعته من جديد عشان يعرف الاتجاه اللي الاورك دول بيكونوا ماشي فيه، ومن خلال الخريطه بيتاكد ان الاورك دلوقتي بيكونوا رايحين في اتجاه الوادي. ولما كاي بيبدا بقى انه يترجم الموقف بيعرف ان هو لازم يتحرك دلوقتي حتى لو لوحده عشان يقدر ان هو يوقف الاورك دول قبل ما يوصلوا للوادي. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند الاقزام القائد بتاعهم بيعرف ان الاورك بيكون جايين عليهم، وعشان كده بيقرر بقى انه ياخد مجموعه منهم ويروحوا يعطلوا الاورك دول بقدر المستطاع لحد ما كاي يرجع من جديد. وفي نهايه اليوم بنشوف ان اولها والمجموعه اللي معاه بيكونوا قدروا انهم يحددوا مكان الوحوش اللي بيكونوا هاجموا على عربيه المفتش، واولها بقى بيكون حابب انه يهاجم على الوحوش ديت، لكن اللي معاه بيكونوا رافضين الفكره ديت لان عددهم بيكون اكتر منهم بكتير، وعشان كده لازم بقى ان هم يرجعوا تاني للقريه عشان يطلبوا المساعده من والده. وبالفعل بيقدروا ان هم يقنعوه بالكلام ده مع رغم ان هو ما كانش حابب ان هو يرجع. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند الاميره بتكون قلقانه جدا على كاي، وعشان كده بتكون حابه انها تروح وراه، لكن الكاهن هنا بيمنعها وبيعرفوا ان كاي بيمتلك قوه كبيره اكبر من اللي هم متخيلينها، وانا متاكد ان هو يقدر ان هو يتعامل مع الوحوش ديت لوحده. وبعد كده بقى بيسيبهم ويطلع بقى لاعلى الجبل عشان بيكون شاكك في كاي ان هو ممكن يكون الملك الجديد للقوه الخاصه بالوادي، وعشان كده بيقرر بقى انه يستعمل واحده من مهاراته عشان يقدر ان هو يراقبه عن بعد. وعند باكاي بنشوف ان هو بيجري بقى باقصى سرعته في قلب الغابه عشان لازم يرجع للوادي بسرعه، لان هو اصلا في الاساس اكتسب القوه ديت عشان يحمي الوادي. واثناء بقى بيكون في الطريق بيتفاجئ باثار الاورك اللي بيكونوا موجودين في الطريق اللي بيؤدي للوادي، ومره واحده اثناء هو بيكون واقف بيتفاجئ ان في حد بيهجم عليه، لكن طبعا بنشوف ان كاي بيقدر ان هو يتصدى للهجمه ديت بكل سهوله. وبعد ما بياخد بص على اللي بيكون هجم عليه بيعرف ان هو بيكون واحد من الاقزام، وبعد كده بقى بيخرج ليه العجوز واللي معاه وبيعرفوا ان هم بيكونوا جوه هنا عشان يعطلوا الاورك بقدر المستطاع. وكاي هنا بقى بيطمنه وبيقول له بص كده معايا طول ما انا موجود هنا فسيب لي الموضوع ده. والعجوز بقى بيقول له بص كده معلم الاقزام بيحبوا ملك الوادي وعشان كده هم عايزين ان هم يدافعوا عنه باي طريقه. واثناء بقى بيكونوا واقفين بيسمعوا صوت تكسير اغصان، ولما بيشوفوا اللي بيحصل بيتفاجئوا ان في عدد كبير من الوحوش جاي في اتجاههم. وكاي هنا بقى بينبههم ان هم ما ينفعش يلفتوا الانتباه للوحوش دول دلوقتي ولازم ان هم يهجموا عليهم في الوقت المناسب، ولكن عشان هم فار الوحوش اصلا بتكتشف مكانهم. وعلى الناحيه الثانيه عند المفتش مفيش اي حاجه بتكون عاجباه، بيقول لهم انتوا لازم انتوا ضايفين وكانكم بتضيفوا الملك بالظبط. ومره واحده بقى بيحاول ان هو يقرب من اليس ولكن هي بتبدا بقى انها تتجنبه وتقدر انها تهرب منه.
منه. وبنرجع بقى تاني عند كاي وبنشوف ان هو بمساعده الاقزام بيبداوا ان هم يخلصوا الوحوش واحد ورا التاني. ومره واحده في حاجه غريبه بتحصل، الوحوش كلها بتقف في صف انتباه لان القائد بتاعهم بيكون وصل. والقائد ده بقى بيكون مختلف عن اي واحد من الوحوش لان هو بيكون حامل واحده من الوصايا. ومش كده وبس، لا هو بيكون من اقوى الملوك اللي حاملين الشاره. اما بقى بالنسبه لكاي بدون اي تردد بيبدا بقى انه يفعل العمال الملكيه بتاعته عشان يبدا في الهجوم عليه. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند كاهن فهو بيكون قادر يشوف كل اللي بيحصل بسبب التقنيه اللي هو بيكون استعملها. واول لما بيشوف اللي بيحصل بيتاكد ان فعلا كاي بيمتلك القوه الخاصه بملك الوادي. وبنرجع بقى تاني عند كاي ونشوف ان الوحش بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيعرف ان هو بيكون قادر يوصل للمكان ده من خلال الوحوش اللي هو بيكون قتلها في الغابه. ومره واحده بقى كاي بيبدا بقى انه يسمع صوت ملك الوادي واللي بيأمره ان هو لازم يخلص الوحوش ويبيدهم عن بكره ابيهم. وبالفعل بنشوف ان هو بيندفع في اتجاه الوحش ده عشان يخلص عليه، ولكن للاسف ما بيقدرش ان هو يعمل معاه اي حاجه. والوحش ده بيبدا بقى انه يستهزئ بيه وبقول له ما كنتش متخيل ان انت بالضعف ده مع الرغم ان انت وارث قوه ملك الوادي. وكاي هنا بقى بيتعصب من جديد وبيبدا بقى انه يندفع في اتجاهه عشان بيكون ناوي ان هو يخلص عليه. ولما بقى بيهجم عليه بالرمح بتاعه بيتفاجئ ان جسمه بيكون صلب جدا وما بيقدرش ان هو يعمل له اي حاجه، ولكن بطريقه ما بنشوف ان كاي بيقدر ان هو يستعمل قوه معينه عشان يقدر ان هو يخترق جسمه وبيصيبه في بطنه. وصاحبنا هنا بقى بيكون في قمه الانشكاح، ولكن يا فرحه ما تمت لان الوحش ده بيقدر ان هو يجدد جسمه بكل سهوله. وبعد كده بقى الوحش بيقرب منه وبيمسكه من رقبته وبيقول له ان انا هخلص عليك دلوقتي وبعد كده اروح للوادي عشان احتله بالكامل. وكاي هنا بقى بيبدا ان هو يفتكر الوادي وكمان الاقزام لو هو بيكون اتهزم في المكان ده ممكن ان هم يهلكوا تماما، عشان كده بيبدا بقى انه يجمع قوته من جديد. وبوم مره واحده بحركه بسيطه منه بيقدر ان هو يفرتك ايد الوحش، لكن كالعاده بنشوف ان الوحش ده ما حصلوش اي حاجه وبيقدر ان هو يجدد جسمه من جديد. وكاي هنا بقى ملوم بالداش وبيقرر بقى انه يستعمل كل قوته عشان يحرق الوحش ده بالكامل، لكن للاسف ان الرنه الخاصه بكاي ما بتاثرش في الوحش ده وبيقدر ان هو يبطل التعويذه وكمان بيهجم عليه وبيعيده من المكان. وده بقى اللي بيخلي الاقزام ان هم بيكونوا في قمه الاندهاش ان هو ما بيكونش اتاثر بالتعويذه الخاصه بكاي. والعجوز بقى بيبدا بقى انه يتكلم ويفسر لهم الموقف ان الملك الخاص بالوحش ده بيكون استعمل قوته عشان يحميه. وبيبدا بقى يقول طب اعمل مع امك ايه؟ لا في سيف نافع معاك ولا النيران نافع معاك، اعمل مع امك ايه بالظبط؟ لكن بالنسبه للوحش بيتحرك بقى من جديد وبيكون خلاص على وشك ان هو يخلص على كاي. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند اليسا اللي بتكون موجوده في الحقل بتبدا بقى تحس باحساس غريب وبسبب كده بتبدا بقى تقلق على كاي. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند كاي بيكون لسه بيقاتل الوحش ده وللاسف لغايه دلوقتي مش قادر انه يعمل معاه اي حاجه، وبسبب بقى صلابه جسم الوحش ده للاسف السيف الخاص بكاي بيتكسر وبيوقع منه كل الحاجات اللي كان بيمتلكها. ولما كاين بقى بيشوف كل اللي بيحصل ده بيتاكد ان هو لازم يتدخل دلوقتي لان لو ما اتدخلش قوه ملك الوادي هتقع في ايد الوحوش. بنرجع بقى تاني عند كاي واول ما بيشوف كرات الرز اللي اليسا بتكون عملته بيبدا بقى انه يفتكر العالم الغريب اللي هو كان دايما بيحلم بيه. ومن هنا بقى بيتاكد انه لو اتهزم في المكان ده فكل اصدقائه بما فيهم شعب الاقزام هيهلكوا بالكامل، وعشان كده بيقوم من جديد ويبدا بقى انه يستجمع قوته من جديد وبيقرر بقى انه يتخطى حدوده. ومره واحده بيقدر ان هو يبتكر مهاره جديده حتى ملوك العالم ده ما عندهمش اي خلفيه عنها، ومن خلال المهاره دي بيقدر ان هو يطير بقى الوحش ده بكل سهوله. والموضوع ما بيقفش لحد هنا، بيستغل المهاره ديت عشان يطير راسه وكل الموجودين بيكونوا في قمه الاندهاش. ونرجع بقى تاني عند الاميره ومره واحده بتتفاجئ ان في علامه غريبه بتظهر على رجليها. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند كار بنشوف ان هو بيقرب من جسد الوحش ده وبيبدا بقى انه يستخرج الحجر بتاعه عشان يستهلكه، وبعد ما بيعمل كده قوه جباره بتخرج منه وبتملى السماء بالكامل، لدرجه ان وحوش الأورك لما بيشوفوا اللي حصل بيقرروا بقى ان هم يهربوا من المكان فورا. وكاي بقى هنا بقى من شده الالم بيبدا بقى انه يصرخ بقى على صوته لغايه ما بيغمى عليه. وبعد شويه بقى بنشوف ان الاقزام بيبدا بقى انهم يفوقوا كاي وبيقولوا يا اسطى انت بقيت جامد بوفتك وامتلكت قوه جامده بوفتك عليه. وكاي بقى بيقول لهم يعني كده انا بقيت خلاص جامد بوفتك ومحدش يقدر عليا؟ طب ثواني كده، طب انا اقدر استعمل قوه دي ازاي؟ عشان حسيت اثناء كنت بقاتل الوحش ده كان في حد بيراقبنا من بعيد. والعجوز ده بيقول له ان هو حس برضه نفس الاحساس ولكن اتجاهل الموضوع بسبب ان الشخص اللي كان بيراقبهم ده ما كانش بيكن ليهم اي عداوه. المهم بقى بالنسبه لكاي بيقرر انه يتحرك بسرعه ويسيبهم دلوقتي عشان يرجع لاصدقائه اللي هم اصلا بيكونوا مستنيين في القريه. ولما بقى بيوصل لهناك بيكون متفاجئ ان جوسي اصلا بتكون مرميه على الارض ومغمى عليها، وبيبدا بقى يسالهم هو ايه اللي حصل ليها بالظبط. وكان بيبدا بقى انه يطمنه وبيقول له بص وانا عارف يعني ايه العلامه اللي بتكون ظهرت على رجليها، لكن انت في الاول لازم تطمنها وتعرفنا انت عملت ايه مع الوحوش بالظبط. وكده بيبدا بقى انه يحاور في الكلام بيقول لهم بص انا لما وصلت هناك لقيتهم كلهم اتبادوا على ايد شخص غريب. والكان بقى بيقول لهم خلاص يا رجاله المهمه بتاعتنا كده بتكون خلصت ولازم ان احنا نرجع تاني للقريه عشان نعالج الاميره. وبعد شويه ماشي زي الفل بيقدروا ان هم يوصلوا لبوابه القريه، وهنا بتكون المفاجاه انها بتكون مدمره بشكل كامل. وده بقى اللي بيخلي كاي ان هو بيكون متفاجئ ويدخل بقى بسرعه عشان يفهم ايه اللي بيكون حصل. وبيتفاجئ ان الوحوش بتكون هجمت عليهم وخلصوا على عدد كبير من اهالي القريه، والوحوش ديت اصلا كانت على وشك انها تحتل القريه بالكامل ولكن بفضل قوه الملك قدر ان هو يطردهم. وبالنسبه لكاي بيبدا بقى انه يتحرك في القريه بجنون عشان يدور على اليس اللي هيكون حصل لها اي حاجه لغايه ما فعلا بيقدر ان هو يلاقيها. المهم بقى معلم بنرجع تاني للملك، واول ما بيشوف بنته بيكون في الحاله ديت بيكون مصدوم، ولما بقى بيشوف العلامه اللي بيكون على رجليها بيكون متفاجئ لان ابنه كمان ظهر له نفس العلامه، وبيقول لنفسه انا كده عرفت مين اللي بيكون عامل كل الكلام دي، وبيكون عارف ومتاكد ان الوحوش هم اللي بيكونوا السبب في كل اللي حصل. وعلى الناحيه الثانيه بقى بنشوف ان اتنين من الجنود القريه بيبدا بقى انهم يستكشفوا المكان لغايه ما بيقدروا ان هم يوصلوا للمكان فيه اتنين من الوحوش، ومش كده وبس بيتاكدوا ان المكان ده اصلا بيكون تجمع للوحوش. اما بقى على الناحيه الثانيه عند كاي بيبدا بقى انه يساعد اليسا عشان يعالج المصابين، واليسا هنا بقى بتبدا بقى تتكلم مع كاي بتعرف انها كانت خايفه عليه جدا لما كان بره في الغابه، وبالذات لما الوحوش هجموا على القريه فهي كانت في قمه الرعب. وكاي بقى بيقول لها بص يا ستي ما تقلقيش انا السبب ان انا اكون موجود هنا النهارده، وطول ما انا موجود فما تقلقيش من اي حاجه عشان متكفل بحمايتك. وبعد كده بقى بنشوف ان كاي بيقرر بقى انه يروح للملك عشان
عشان يحكي له اللي حصل معاه في رحلتهم. وبقول له بص كده يا معلم، انا لما وصلت الوحوش كان في شخص غريب كان ظهر وقدر انه يخلص عليهم وبعد كده اختفى. وبعد كده بقى بيبدا ان هو يسال الملك عن حاله اولاده، والكاهن بقى بيبدا ان هو يتكلم معاه وبيعرفوا ان اللي حصل ليهم ده بسبب ان الوحوش بيكون راحوا المقابر الخاصه بالملوك، وكمان استعملوا قوه غريبه عشان يرموا على القبور ديت لعنه، لان اولاد الملك الاثنين بيكونوا حاملين الوصايا وبيستمدوا قوتهم منها. وخطه بقى الوحوش ان هم يخليهم عاجزين عشان يقدروا ان هم يهجموا على القريه بكل سهوله. والملك بقى بيبدا ان هو يحذرهم لان الوحوش دلوقتي بدا ان هم يستعدوا من جديد عشان يهجموا على القريه بتاعتهم، وبيعرفوا ان هم اول حاجه لازم يعملوها يحلوا المشكله الخاصه بقولها عشان يقدر ان هو يحارب معاهم. وعشان كده بنشوف ان كاين بيبدا بقى ان هو يتكلم مع كاي بيطلب منه ان هو يجي معاه عشان يروح للقبور ويشيلوا اللعنه. وكاين بقى بيكون مستغرب بيقول له يا عم انت اخترتني انا بالذات، ما تختار اي حد تاني غيري. والكاين بيقول له ما ينفعش تقول الكلام دي مره تانية لان هو واثق في قوتك وان انت بتمتلك قوه جباره عليه. والملك هنا بقى بيقرب من كاي بيقول له بص كده ولا انا هعرفك النهارده سر خطير وهو مكان القبور، وانا حاطط عليك امال كبيره النهارده عشان تقدر ان انت تزيل اللعنه قبل ما الوحوش ديت توصل للقريه، واحب اكد لك ان القريه بالكامل بتعتمد عليك ايها الورع. ولما كاي بقى بيبص لاميره بيشوفها وهي عماله تتالم، وعشان كده بيتخذ القرار ان هو لازم يروح ويشيل اللعنه ديت بنفسه. وقبل ما بيخرج من القريه بيقرر انه يروح عند اليسا وبيعرف ان هو بيكون خارج في مهمه، ولكن بياكد لها ان هو بيكون راجع من تاني، وبيقطع عليها وعد ان هو اول ما يرجع وكل الحوارات ديت تخلص هو هياخدها لمكان مميز. وبعد ما بيسيبها بيروح بقى للكاهن عشان يبداوا في مهمتهم. واثناء ما بيكونوا في الطريق بنشوف الكاهن ده بيبدا بقى ان هو يتكلم مع كاي وبيحكي له قصته وبيعرف ان هو كان ابن الواحد من النبلاء، وعشان كده قرر بقى ان هو يتدرب بجد واجتهاد وهو صغير عشان يقدر ان هو يكتسب القوه الخاصه بعائلته، لكن للاسف الملك ما اختاروش وعشان كده ما قدرش ان هو يكون واحد من حمله الوصايا. وبما ان هو دلوقتي اصبح فاشل مالوش اي ثلاثه لازمه في العالم، فبيقرر بقى ان هو يسيبهم ويروح يعيش في الدير. وبيعرفوا ان هو هناك بقى بيكون عايش لوحده وحياه حزينه، ومن هنا بيكون اتخذ قرار ان هو لازم يحمي الناس. المهم بيكملوا بقى طريقهم لغايه ما اخيرا بيقدروا ان هم يوصلوا لعند القبور. وقبل ما بيدخلوا بنشوف ان الكائن ده بيبدا بقى انه يستعمل قوته الخاصه عشان يعرف عدد الوحوش اللي موجوده في القريه، وبيقدر انه يكتشف ان في 5 وحوش بيكونوا موجودين. وكان هنا بقى بيكون في قمه الاندهاش وبيتاكد ان هي دي نفس التقنيه اللي كانت بتراقبه لما كان بيقاتل الوحوش. لكن ما علينا، بيكبر بقى دماغه دلوقتي ويتعاون مع الكاهن عشان يخلصوا على الوحوش مع بعض. واثناء ما كاي بقى بيكون واقف مره واحده بيظهر عليه الشعار الملكي الخاص بيه بالغلط، والكاهن بقى بيقول له اخيرا يا لورع بتكون قررت ان انت تظهر قوتك بنفسك، انا كان نفسي اصلا اشوفها بعيني. والكاهن ده بينحني قدامه بيعرفوا ان الدير اصلا بيكون بعته لهنا عشان يكتشف حقيقه الملك الجديد اللي بيكون ظهر في الوادي. وعشان كده بقى بيطلب من كاي ان هو ينضم ليه عشان يبدا بقى انه يحمي المملكه بالقوه اللي هو بيكون امتلكها. ولكن كاي بيقوم بيقول له بص يا معلم فكك بقى من الهري اللي انت جاي فيه دلوقتي، ولازم ان احنا نحل المشكله اللي احنا جايين علشانها. وبالفعل صديقي بنشوف ان الجدع ده بيبدا بقى انه يمسح اللعنه اللي موجوده على قبر اولها. وفي نص الكلام بيبدا بقى انه يتكلم مع كاي بيقول له بص يا اسطى انت تعرف احنا ليه محتاجينك ومحتاجين لقوه الملك الخاص بيك. وكاي بقى بيقول له طبيعي عشان المملكه تصبح اقوى من الاول. والكاهن ده بيبدا بقى انه يضحك وبيقول له بص كده يا معلم خلينا ان انا احكي لك الحقيقه. وبيبدا بقى يعرفوا ان المملكه مع مرور الوقت بدات انها تكون اضعف من الاول. وبيبدا بقى انه يديله مثال عن المفتش اللي بيكون جه القريه، مع الرغم ان هو بيكون واحد من حمله الوصايا ولكن هو بيكون اصلا على الله حكايته. والسبب بيرجع لان النبلاء بدأوا ان هم يجروا ورا الشهره والفلوس ونسوا اصلا حمايه المملكه، وبسبب كده الملك بقى اضعف من الاول. وبطبيعه الحال لو كان الملك قوي زي الاول كان قدر ان هو يبعت جيش عشان يساعد القريه ديت. وعشان كده احنا في امس الحاجه الملك ارض جديد نضمه لصفنا عشان نقدر ان احنا نسترد مكانه المملكه. وهنا بقى بنشوف ان الكاهن ده بالفعل بيكون قدر ان هو يشيل اللعنه اللي موجوده على القبر بالكامل، وبعد كده بيقرروا ان هم يتحركوا للقريه الثانيه. واثناء ما بقى بيكونوا في الطريق الكاهن ده بيبدا بقى يعرفوا ان العالم ده بيكون داخل على كارثه حقيقيه، لان الوحوش قوتهم بدات انها تزيد عن الاول، وغير كده بداوا ان هم يستهدفوا قبور الملوك. وهم بقى بيعملوا كل الكلام ده عشان يقدروا ان هم يحتلوا الاراضي الخاصه بالبشر، وده لان دوله الوحوش اصلا بتواجه خطر كبير، وان هم اصلا ما بقوش قادرين يعيشوا في الدوله بتاعتهم اكتر من كده، وهو ده السبب الرئيسي اللي خلاهم ان هم يفكروا في اراضي جديده يقدروا ان هم يحتلوها. وبكده بقى المملكه بتاعتنا اصبحت مهدده بالخطر في اي وقت، ولازم ان احنا نكون مستعدين للدفاع عنها في اي لحظه. وعشان كده بقى بيجدد طلب القاي ان هو ينضم لصفهم عشان يقدروا ان هم يزيدوا من قوتهم. لكن في حاجه غريبه بتظهر، وبنشوف ان العلامه الملكيه الخاصه بكاي بتظهر وبيسمع صوت ملك الوادي وبيامره ان هو لازم يخلص على الكاهن. لكن هنا بقى بنشوف ان كاي بيتجاهل كلام ملك الوادي وبيبدا بقى انه يتكلم مع الكاهن ده ويقول له بص كده يا معلم خلينا افكر في كلامك وممكن ارد عليك في بعدين. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند اولها بنشوف ان اللعنه اللي عليه بالفعل بتكون اختفت بالكامل، والملك هنا بقى بيكون في قمه الانشكاح لان هو بيتاكد ان كاي بيكون قدر انه ينجح في المهمه بتاعته. كده اصبح عندهم فرصه كبيره ان هم ينتصروا في المعركه الجايه. على الناحيه الثانيه بقى عند كاي والكاهن بيقدروا ان هم يخلصوا على الوحوش اللي كانت بتحرس القبر الخاص بجوسي، وفورا بنشوف ان الكاهن ده بيبدا بقى انه يزيل اللعنه اللي كانت موجوده على القبر. وكاي بقى بيكون واقف بره القبر وبيبدا بقى انه يفكر في كلام الكاهن، وبيتاكد بقى ان قوه الملك الخاص بيه بتكون كبيره جدا ومش قادر ان هو يستعملها بالكامل اصلا. وبيقول لنفسه اللي انا لو سمعت كلام ملك الوادي وتجاهلت الامر ده وما ساعدتش المملكه فكره البشر هتبدا بقى انها تتدمر واحده تلو الاخرى. واثناء هو بيكون غرقان في التفكير بنشوف ان الكاهن بيوصل لعنده بعد ما يكون قدر ان هو يشيل اللعنه، وبيقول له ها يا نجم قدرت ان انت تفكر في الحوار اللي انا قلت لك عليه ولا ايه الدنيا؟ وزي ما قلت لك يا معلم قبل كده ان قوتك دي كبيره وجامده بفتيكه وهتفيد المملكه بشكل كبير لو انضميت لينا. ومش كده وبس، لا هو يمنع دمار القريه بتاعتهم وكمان هيحمي كل الناس اللي بيحبهم. وكانه بيقول له طب ثواني كده، طب لو في حاله في ناس تانية عايز احميهم غير اللي موجودين في القريه؟ وبيقول له ثواني كده هو انت تقصد شعب الاقزام؟ وبيقول بص كده يا معلم انت لازم تتخلى عنهم لان المملكه اصلا ما ينفعش انها تساعد اشباه البشر. وهنا بقى بنشوف ان كاي بيتخذ القرار وبيرفض الفكره ديت نهائيا. ولكن
والكاهن ده بيبدا بقى ان هو يتذلل له، بيقول له يا اسطى انت لازم تسخر قوتك ديت لخدمه المملكه. لكن كاي بقى بيقول له بص يا معلم، من غير هري كتير لو الموضوع كده فانا اصلا برفض المساعده، وده لان حمله الوصايا لازم ان هم يحموا الارض الخاص بيهم وكمان الناس اللي بيكونوا عايشين فيها، وده طبعا بغض النظر عن اجناسهم، وعشان كده انا ما ينفعش ان انا اساعد المملكه طول ما هم هيتخلوا عن الناس اللي هم بيكونوا امنوا بيا من البدايه. والكاهن بيقول له طب ثواني كده، مفيش اي حاجه تانية من خلالها نقدر احنا نغير رايك؟ وكاي بقى بيقول له لا، والموضوع بالنسبه لي بيكون منتهي نهائيا. والكاهن بيقول له خلاص يا معلم براحتك، انا هرجع بقى تاني للدير واقول لهم كل حاجه حصلت. وهنا بقى كاي بيكون في قمه الانشكاح وبيبدا بقى انه يشكره وبيقول له يلا بينا يا معلم عشان نرجع تاني للقريه، لان انا بكون قلقان جدا على اصدقائي اللي الوحوش بيكونوا هجموا عليهم. لكن ابن الغداره ده مجرد ما بيديله ظهره بنشوف ان الكاهن بيطلع اداه غريبه وبيغرزها في ظهره، والكاهن بيعرفوا ان السلاح اللي بيكون طعنوا بيه بيخترق دفاع حمله الوصايا وبيستنزف قوتهم. وبما انك قررت ان انت تستعمل القوه الخاصه بيك ديت عشان ما تخدمش المملكه، فلازم ان انت تموت ونستعمل القوه ديت لخدمه المملكه ونبقى جامدين بوفتيق عليه. وهنا بقى كاي بيحاول بقى ان هو يظهر الشاره الملكيه، ولكن بسبب طعن السلاح بيبدا بقى انه يصرخ من الالم، والكاهن خلاص كان على وشك ان هو يخلص عليه، ولكن هو بيرزع واحده بيبعدوا بيها عنه. نرجع بقى تاني للقريه ونشوف ان هم بيبداوا بقى ان هم يجهزوا نفسهم لهجوم الوحوش من جديد، والملك بقى بيقول لهم ما تقلقوش يا رجاله، انا دلوقتي معاكم ولازم ان احنا نقاتل لاخر قطره دم فينا، وحتى لو كان عددنا قليل فلازم ان احنا نستغل كل الاعضاء ويخليهم ان هم يحاربوا. ونرجع بقى تاني للكاهن بيبدا بقى انه يطلب من كاي ان هو يموت كده في سلام عشان حياته لازم انها تكون فدا المملكه، وبيعرض بقى عليه ان هو لازم يتخلى عن شعب الاقزام لاجل ان هو ينقذ مملكته. لكن هنا كاي بيكون مصر على الراي وبيرفض الكلام الوسخ دي، وهنا بقى كان ما بيقول ما بيداش، وهو بيقرر بقى ان هو يخلص عليه، لكن ما بيلحقش انه يعمل اي حاجه لان في 3 من الوحوش الاقوياء بيبدا بقى ان هم يهجموا عليهم. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند القريه بنشوف ان الوحوش بيكونوا وصلوا وبتبدا بقى المدعكه. نرجع بقى تاني عند كاي ونشوف ان الوحوش ال3 اللي بيكونوا هجموا عليه بيكونوا من حمله الوصايا. واحد بقى من الوحوش بيبدا بقى ان هو يتكلم معاهم وبيسالهم لو هم اللي بيكونوا شالوا اللعنه اللي موجوده على القبور، وساعتها بقى بدون اي تفاهم بنشوف ان الوحوش بيبداوا ان هم يهجموا عليهم بكل غباء. وهنا بقى كاي بيقرر ان هو يظهر الشاره الملكيه بتاعته، ولكن بسبب اصابته ما بيقدرش ان هو يعمل معاهم اي حاجه. وواحد بقى من الوحوش دول بيكون خلاص على وشك انه يخلص على الكائن، ولكن صاحبنا بيتدخل وبيقدر ان هو ينقذه، وبسبب بقى ان كاي بيكون استعمل قوته بيبدا بقى انه ينزل بشكل غزير. وهنا بقى الوحوش بيقرروا انهم يستغلوا الفرصه ديت وبيقرروا بقى ان هم ينقضوا عليه، بس هنا بقى بنشوف ان الكائن بيتدخل وبيقدر انه يستعمل قوته الناريه وبياخد كاي وبيبعد من المكان. والكائن بقى بيقعد مع نفسه وبيكون مستغرب، مع الرغم ان هو بيكون معامله مع كاي بيكون انقذه من شويه، ومن هنا بيفهم ليه ملك الارض بيكون اختاره، عشان كده بيقرر بقى انه يتحالف معاه عشان يخلصوا على الوحوش مع بعض. وهنا بقى بنشوف ان كاي بيخرج والكاهن برضه بيستعمل قوته عشان يقدر انه يحدد مكان الوحوش ويعرفوا مكانهم بالظبط، وبفضل كده بنشوف ان كاي بيكون قدر انه يخلص على اول وحش، وبالنسبه للتاني فهو بيكون قدر ان هو يفلقه النصين. اما بقى بالنسبه للتالت فهو بيكون قدر ان هو يحدد مكان الكاهن وبيكتشف الخطه اللي هم كانوا عاملينها مع بعض، وعشان كده بيقرر بقى انه يخلص عليه بدون اي تردد. لكن كاي بيقدر انه يوصل للمكان وبالفعل بيقدر انه يخلص على الوحش ده. وعلى الناحيه الثانيه بقى في القريه بنشوف ان اولها بيبدا بقى انه يفاوق وبيتفاجئ ان اللعنه اللي عليه بتكون اختفت، وكمان الوحوش بداوا ان هم يهجموا على القريه، ورغم ان هو بيكون مصاب بيكون حابب انه يقوم عشان يبدا بقى انه يساعد قريته. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند كاي بنشوف ان هو بيحاول يساعد الكاهن ده باي طريقه، واول حاجه بقى بيقرر انه يعملها ان هو بيديله الحجر اللي هو بيكون خده من الوحش، لكن الكاهن بيعرفوا ان ده ملوش اي لازمه لان الوحش بيكون خد الحجر الخاص بيه. ولما بقى بيتاكد ان هدي بكل لحظاته الاخيره بيقرر بقى انه يعتذر لكاي على كل حاجه بيكون عملها معاه، لكن بيحاول يئس من كاي بيبدا بقى انه يستعمل سحره عشان يبدا بقى انه يعالجه. والكاهن لما بيشوف قدراته الغريبه بيكون في قمه الاندهاش وبيقول له انت فعلا شخص مذهل، وبيقول له كان نفسي فعلا ان انا اكمل حياتي عشان اكون جنبك واشوف قوتك الجباره. وبعد لحظات بيبدا بقى انه يفارق الحياه. وعلى الناحيه الثانيه بقى في القريه بنشوف ان جوسي اخيرا بتبدا بقى انها تفوق من الغيبوبه اللي كانت فيها وبترجع تاني لطبيعتها، والخادمه بتبدا بقى انها تحكي لها ان الوحوش دلوقتي وهجموا على القريه، وابوها بيعرفوا حاله لو حصل لهم اي حاجه كده ولا كده فالمفروض انها تهرب من القريه عشان تعيش في مكان امن. وجوزي هنا بقى بتكون متضايقه جدا بسبب ان ولدها ما بيكونش مؤمن بقوتها، وعشان كده بتقرر بقى انها تشارك في القتال. وعلى الناحيه الثانيه عند اليسيا بنشوف انها بتبدا بقى انها تساعد الجنود وبتجيب لهم الاكل لحد عندهم، واثناء ما بيكونوا واقفين بنشوف ان مفتش المبعر ده بيوصل لعندهم وبيكون خايف جدا وحابب انه يخرج من القريه ديت في اسرع وقت، وعشان كده بيحاول بقى انه يفتح البوابه. واحد بقى من الجنود بيوصل لعنده بيقول له انت عبيط يا اسطى، اللي انت بتعمله ده هيتسبب في دخول الوحوش للقريه وهيخلصوا علينا بالكامل. لكن المفتش ابن السرمه ده بيخلص عليه بيقول له انا مش مهتم بحياتكم لان انتوا اصلا قريه فقيره. وبعد كده بقى بنشوف العربيه بتاعته بتوصل لعنده وبيبدا بقى انه يركبها، وبعد كده بقى بيقطع حبل البوابه وبيخرج منها بسرعه. والملك هنا بقى بيكون مصدوم من اللي حصل لان البوابه بتكون اتفتحت والجنود بقدر المستطاع بيحاولوا ان هم يقفلوها، لكن للاسف بيفشلوا والوحوش بيقدروا ان هم يخشوا للقريه. وعشان كده بنشوف ان كل الجنود بيجمعوا عند البوابه الرئيسيه اول ما بيعرفوا انها بتكون اتفتحت، دي بتكون اتدمرت وكل اللي فيها هيموتوا. هو بيكون حابب ان هو يعمل واحد اندومي مع البت اليكسا، ولكن هي بتطلع نينجا وبتبدا انها تلطش. بنرجع بقى تاني عند الملك اللي هو بنشوف ان هو بيكون واقف شبه الاسد وعمال يقتل في الوحوش اللي بتحاول انها تدخل القريه، وهو الاخر بيتاكد ان هدف الوحوش هو الحجر الخاص بيه. وهنا بقى بنشوف ان في شويه من الوحوش بيشغلوا دماغهم وبيرسموا على وشهم الشاره الملكيه عشان يخوفوا الوحوش، وبالفعل الخطه بتاعتهم بتنجح والوحوش بيبداوا بقى ان هم يجيبوا ورا، والجنود بيستغلوا الوضع ده وبيبداوا ان هم يقتلوا فيهم. وبالفعل صديقي بيقدروا ان هم يقفلوا البوابه قبل ما
كل الوحوش يدخلوا للقلعه، لكن للاسف التعزيز بتاعت الوحوش بتكون وصلت وبيكونوا متحاصرين من كل مكان. وهنا بقى بنشوف ان المساعد بيوصل بقى عند الملك وبيطلب منه ان هو لازم يهرب عشان املهم ان هم يبنوا القريه من جديد في حاله لو هي بتكون اتدمرت، وان هم هيفضلوا هنا كطامل الوحوش عشان يقدر ان هو يخلع من المكان. هم هيهلكوا وانا مستحيل اعمل حركه دينيه زي ديت، وانا قررت ان انا قاتل لاخر لحظه. ولكن للاسف بنشوف ان البوابه بتاعت القريه بتتدمر وفي عدد كبير من الوحوش بيبداوا ان هم يهجموا عليهم. وساعتها بقى بنشوف ان الملك والجنود بيقفوا شبه الرجال، لكن ده على مين؟ بنشوف ان هو بيوصل للمكان رغم ان هو بيكون مصاب بيبدا في القتال، وبيقرر بقى انه يتجه ناحيه الوحش اللي بيمتلك الوصيه، ولكن للاسف بيقدر ان هو يكسر سيفه وبيكون خلاص على وشك ان هو يودع الملاعب، ولكن اخته بتتدخل وبتقدر ان هو تنقذه. وهنا بقى جوزي بتقول ما بداش وبتبدا هي رخرة في القتال لغايه ما اخيرا بتقدر انها تخلص على الوحش ده. والملك بقى لما بيشوف بنته بيبدا بقى انه يفتخر بيها ويقول لها انت يا بنت انت مش مكانك المطبخ، انت مكانك ساحه القتال. ولما الجنود بيشوفوا اللي حصل بيكونوا في قمه الانشكاح وروحهم المعنويه بتبدا بقى انها ترتفع من جديد، وساعتها بقى بيبداوا القتال ويبداوا بقى ان هم يخلصوا على الوحوش اللي دخلوا على القريه لغايه ما بيقدروا ان هم يبيدوهم بالكامل. لكن اخر واحد من الوحوش قبل ما يودع الملاعب بيقول لهم ان عددنا كبير بره واستحاله ان انتوا تقدروا تتصدوا لنا. وهنا بقى الملك بيشوف حاجه غريبه ان الوحوش اصلا ما بتخشش للقريه بل هم بيكونوا رايحين في اتجاه المعاكس. ولما بقى بيبص من فوق عشان يشوف السبب بيتفاجئ ان كاي بيكون قادر ان هو يرجع وكمان هو اللي بيقاتلهم، وعشان كده بيقرر بقى انه يمد ايده للمساعده وبيحدف له سلاح عشان يبدا بقى انه يقاتل بيه. وبالفعل بنشوف ان كايل بيقدر انه يخلص عليهم كلهم، وكل الجنود هنا بقى بيكونوا متفاجئين من قوه كاي وكمان طريقه القتال بتاعته الجديده. وساعتها بقى بنشوف ان في 3 من الوحوش بيراقبوا كاي من بعيد وبيقرروا بقى ان هم يهربوا من المكان، والجنود هنا بقى بيكونوا في قمه الانشكاح وبيبداوا بقى ان هم يرفعوا رايه الانتصار. وكل الجنود بيكونوا مفكرين ان الشاره اللي كانت على وش كاي دي كان هو راسمها وما يعرفوش انها كانت شاره حقيقيه. وبالنسبه بقى لكاي اول ما بيعرف ان المفتش بيكون خطف اليس بيستأذن من الملك عشان يروح ينقذها. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند المفتش بنشوف ان هو بيحاول بقى يعمل معاه واحد اندومي، ولكن البت بتكون نينجا. لكن مره واحده بقى بتصدم لانه بيحس ان قوه غريبه بتبدا بقى تقرب منه، ولما بقى بيبص من الشباك بيتفاجئ ان كايل بيكون قدر انه يوصله وقوته حرفيا بتكون مرعبه، وبيكون خلاص على وشك ان هو يسيبه بسام، ولكن اليس بتتدخل وبتقدر انها تمنعه. وده بقى اللي بيخليه ان هو بيتعصب جدا وبيقرب انه يطلع السكينه ويخلص عليها. ولما بقى الحصان بيحسوا بقوه كايل المرعبه حرفيا بيكونوا في قمه الرعب لدرجه ان هم بيقلبوا العربيه. وبيتضح ان المفتش ده بيكون لسه على قيد الحياه، ولما يقرب من العربيه من تاني بيتفاجئ ان اليس بتكون مطعونه بالسكينه. وساعتها بقى بيقرر انه يستعمل قوته السحريه عشان يشفيها، ولكن ما بيقدرش لان جرحها بيكون عميق. وبسبب كده بنشوف ان كايل بيكون مستشط من الغضب وبيفعل الهاله الملكيه بتاعته، وبيقرب بقى من المفتش بيقول له بسببك انت كده قتلت اليس. والمفتش هنا بقى بيكون مرعوب من اللي هو شايفه وبيقول له يا عم انا ما عملتش اي حاجه، هي ماتت بسبب قوتك المرعبه بس، وانت ما شفتش الاحسن وهي بتهرب من بسبب قوتك المرعبه، وبسبب كده فانت اللي قتلتها مش انا. لكن كايل ما بيكونش مهتم بالكلام الوسخ ديت وبيرزعه في الارض، وبعد كده بينتزع الحجر بتاعه. وبعد كده بيقرب من اليس وبيحاول بقى انه يفوقها، لكن هي بقى بتبدا انها تفوق وبتعتذر له لان للاسف مش هتقدر انها تكون معاه اكتر من كده. لكن كايل بيقول لها مفيش الكلام ده، احنا هنكون مع بعض للابد وعشان كده انت لازم تشربي السائل ده. وبيكون مفكر ان الحجر ده هيعزز قوتها الروحيه وبالتالي اجراحها كلها تتشفي، لكن على عكس المتوقع تماما هي اول ما بتشرب السائل جسمها بيبدا بقى انه يتشنج وكمان بيغمى عليها. وكايل هنا بقى بيقرر انه يتصرف بسرعه وبيقرر بقى انه ياخدها لشعب الاقزام، وبيبدا بقى انه يتكلم على جوز ده وبيبدا بقى يحكي له على كل حاجه حصلت. لكن هو بيبدا بقى يوبخه بسبب اللي عمله ده، فهي بجسمها بيكون اتسمم ممكن انها كمان تفقد حياتها. لكن كايل هنا بقى بيقول له بص انت لازم تنقذها وتساعدها باي طريقه. والعجوز بيقول له هو فعلا في طريقه، ولكن اول حاجه لازم نعملها لازم نخليها ترجع كل حاجه بتكون شربتها. وكايل بقى بيطلع بره الخيمه وبيكون باين عليه الحزن وبيبدا بقى يسال نفسه طب هو انا عملت ايه بالظبط؟ طب قوتي هي بتكون متسببه في الموت ولا ايه النظام؟ ومن لغايه دلوقتي هو مش عارف هو يستعمل قوته ديت ازاي اصلا. ومره واحده بقى بيتفاجئ ان في 3 من الوحوش بيكونوا واقفين قصاده، وهم دول نفس الوحوش اللي كانوا بيركزوا عليهم. لكن على عكس المتوقع بنشوف ان الوحوش ديت اصلا بتنحني قدامه وبتبدا بقى تناديه باسم الملك العظيم. لا والاغرب من كل ده بيطلبوا منه ان هو يجي معاهم لدولتهم، وطبعا كايل بيكون على الله حكايته ومش فاهم اي حاجه من اللي هم بيقولوه. وعند بقى العجوز بنشوف ان هو بيكون قدر ان هو يستخرج من اليس قوه الحجر، وبعد كده بقى بيديها الترياق وبيكون منتظر النتيجه. ولما بقى بيخرج عشان يبلغ غاي بيتفاجئ ان في وحوش بتكون واقفه قصاده، واحد بقى من الوحوش بيكون اسمه تورو وبيبدا بقى ان هو يتكلم مع كاي بيقول له انا عايزك تسمع طلبنا. وبيعرفوا ببلدهم دلوقتي بدات انها تتدمر وما بقتش صالحه للمعيشه، وده لان في كائن غريب بيكون قدر ان هو يسيطر على المكان وقادر ان هو ينشر الخراب والدمار في كل مكان. والكائن الغريب ده يا معلم بنعرف ان هو بيكون اسمه ديابو. وكاي اول ما بيسمع كلمه ديابو حرفيا جسمه كله بيبدا بقى انه يتنفض، ومش كده وبس بيبدا بقى انه يسمع صوت ملك الوادي وبيامره ان هو لازم يدمر ديابو. وكاي هنا بقى بيقوم بيبدا بقى انه يتكلم على الوحوش بيقول له انتوا عبيط، احنا كنا بنتقاتل من شويه وانتوا تسببتوا في موت اهالي القريه اللي انا كنت عايش فيها، ودلوقتي جايين هنا عشان تطلبوا المساعده مني انا. واحد بقى من الوحوش بيقوم بيقول له ما انتوا برضه قتلتوا منا كتير، ومع الرغم ان احنا بنكرهكم ولكن جينا نطلب منكم المساعده، واحب اعرفك في حاله لو انت بتكون رفضت فاحنا هنستمر في الهجوم على قرى البشر. لكن تورو بيوقفوا بيخليه ان هو يعتذر لكاي، بيعرفوا ان هم كانوا مضطرين يعملوا الكلام ده عشان يقدروا ان هم يعيشوا. لكن انا كاي ما بيكونش مهتم بالكلام ده وبيقرر انه يسيبهم عشان يخش يطمن على اليس. وبيعرف بقى من العجوز ان هم بيكونوا قدروا يعالجوها، ولكن كل حاجه متوقفه دلوقتي على قوتها الروحيه. والعجوز
هنا بقى بيبدا ان هو يتكلم معاه وبيساله وانت هتعمل ايه في طلب الوحوش، لكن كايل بيقول له استحاله ان انا اساعدهم لان هم بيكونوا دمروا القريه اللي انا كنت عايش فيها واليس دلوقتي في الحاله دي بسببهم. لكن العجوز بيعرفوا ان هو ما ينفعش يعمل الكلام ده ولازم ان هو يساعدهم لان هو دلوقتي يعتبر ملك الوادي، وملك الوادي بيمتلك قوه جباره وبيساعد كل الاجناس. ولما بقى كايل بيخرج من الخيمه بيتفاجئ ان الوحوش بيكون لسه مستنياه، ولكن هو بينفض لهم وبيقرب انه يرجع تاني للوادي وبيقعد تحت الحجر وبيبدا بقى يفكر هو ممكن يعمل ايه بالظبط، وهو بيكون متاكد ان هو لو ما ساعدهمش دلوقتي فهم هيستمروا في الهجوم على قرى البشر وبالتالي المعاناه هتبدا انها تستمر. وعشان كده بيقرب انه يرجع للوحوش بيعرفوا انه يرجع تاني للقريه بتاعته دلوقتي وهو هيرد عليهم بعدين. ولما بقى بيرجع للقريه بيبدا بقى يعرفوا ان هو للاسف ما قدرش انه يلحق المفتش. ولما بقى بيروح للملك بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيعرفوا ان الوحوش دلوقتي بتخطط انها تهجم على القريه من تاني، وعشان كده بقى بيطلب منه انه يخرج بره القريه فتره عشان يقدر ان هو يسيطر على الموضوع لو خرجت عن السيطره. والملك بقى بيقول له انا عارف ومتاكد ان انت بتكون خافي عني حاجه، ولكن عايز اعرفك ان انت فعلا قوتك بتكون جباره لدرجه انها تتخطى حاملين الوصايا، وعشان كده ما ينفعش ان انت تتردد في مساعده اي حد. وبعد كده بيقرب انه يسيبه وهو بيمشي، وقبل ما بيخرج من القريه بنشوف ان صديقه مانسي بيوقفه وبيديله رمح عشان يساعده في القتال. اما بقى بالنسبه للاميره فبتقرب انها تديله السيف بتاعها، وبالنسبه لكاي فهو بيكون خلاص اتخذ القرار ان هو لازم ينقذ العالم وكمان ينقذ الطرفين. وبيروح بعد كده بقى للوحوش وبيعرفوا ان هو بيكون خلاص وافق على مساعدتهم، لكن في شرط ان هم ما يغدروهوش في غيابه ويهجموا على القريه. وهنا بقى بنشوف ان الوحوش بيقسموا ان هم مش هيعملوا ليه اي حاجه طول ما هو بيساعدهم. وانا بقى العجوز بيبدا بقى ان هو يتكلم مع كاي وبيعرفوا ان هو يجي معاه وكمان هياخد معاه شويه مقاتلين من اللي يقدروا ان هم يقاتلوا، وبيعرفوا ان هو لازم يغير من مظهره عشان ما ينفعش ان هو يمشي مع الوحوش كده عادي لان هم في طبيعه الحال اعداء للبشر. وبالفعل بيقتنع بالكلام وبيخش وبيغير هدومه وبيبدا بقى ان هو يودع اليس اللي هي بتكون لسه غايبه عن الوعي. وبعد كده بقى بنشوف ان صاحبنا بقى بيتحرك مع الوحوش وبيكون لابس قناع عشان قرر ان هو خلاص لازم ينقذ العالم من ديابل. وبعد شويه ماشي زي الفل بيقدروا ان هم يوصلوا دوله الوحوش اللي حالتها بتكون متدهوره، وبيلاحظ بقى ان في عدد كبير من الوحوش بتكون ميته وبيعرف بقى ان ده كله بسبب ديابل. وعشان كده بنشوف ان كايل بيبدا بقى انه يتكلم معاهم وبيطلب منهم ان هم يحكوا له عن ديابل اكتر من كده. والعجوز بقى بيقول له بص انا ما اعرفش عنه كتير، ولكن اللي اعرفه انه ملك التحكيم السابق بيكون قدر ان هو يتقاتل معاه وكمان قدر ان هو يهزمه، ومعنى ان هو بيكون ظاهر من جديد فده بيدل ان في تغيير كبير هيحصل في العالم. وبعد كده بقى بيكملوا طريقهم وبنشوف ان تورو بياخدوا لحد الزعيم بتاعه عشان يقابله. وكايل بقى اول ما بيوصل عند الزعيم بيتفاجئ ان هو اصلا بيكون مشلول بالكامل، والزعيم هو الاخر اول ما بيشوفه بيبدا بقى انه يشكره ان هو بيكون جاي هنا عشان ينقذهم. وكايل هنا بقى يقعد معاه وبيقول له بص كده يا معلم انت لازم تحكي لي على كل حاجه والسبب اللي خلى ديابل انه يجي هنا وساعتها ممكن احدد ساعتكم ولا لا. وهنا بقى الزعيم بيحكي له ان الشيطان ده بيكون تم استدعائه من ظلام الوحوش، والملك السابق هو بيكون السبب اللي هو بيكون ركز على المتعه ونسي الشعب واتباعه. وساعتها بقى ان هنا المساعدين قرروا ان هم يستغلوا الوضع عشان يقدروا ان هم يسرقوا الشعب. وساعتها بقى الملك للاسف بيكون اتهزم في صراع على السلطه، ومن هنا بقى الابن قرر بقى انه يتجه للشمال عشان يقدر انه يلاقي ارض جديده يحكمها. والابن ده صديقي بيكون اسمه شين، ومع رغم ان هو كان ابن الملك سابق ولكن قوته كانت محدوده بالنسبه لملوك الارض، وعشان كده قرر بقى انه يكسب القوه بتاعته باي وسيله، ونتيجه لكده فاكتسب عداوات كتير. وعشان كده الاعداء كلهم بيكونوا اتجمعوا في يوم عشان يلقوا لعنه على قبر الملك. وساعتها بقى حصلت المعجزه وتحول لوحش وبدا ان هو يخلص على كل اتباعه، لدرجه ان هو لما رجع تاني الدوله بدا ان هو يخلص على اي حد بيجي في سكته. وعشان كده بقى بنشوف ان الزعيم بيبدا بقى ان هو يتحايل على كايل ان هو يبدا يساعدهم عشان لو ما ساعدهمش فهم هيختفوا من العالم نهائيا. وكايل بقى بيكونش قدامه اي خيار تاني وبالفعل بيوافق على المساعده. وبعد كده بقى بيتحرك مع الاثنين دول لغايه ما اخيرا بيقدر ان هو يوصل للكهف اللي بيكون متواجد فيه ديابل. ولكن قبل ما بيعملوا اي حاجه الوحوش بيوقفوا بنار بقى ان هم دول بيكونوا خدم العائله الملكيه السابقه، وبيعرفوا ان هو بيكونوا حابين ان هو يهزموا ديابل بنفسهم وان زينه بنت الملك السابق هي اللي لازم تهزمه. وفجاه بنشوف ان في طاقه مرعبه بتخرج من الكهف بتخلي كل حاجه حواليهم بتبدا بقى انها تتهز، وده بقى اللي بيخلي كايل ان هو يتحرك بسرعه. ولما يدخل في الكهف بيشوف الشيطان قدامه وبيتفاجئ بقى ان الكهف بيكون اتحول لجثث وحشيه والشيطان ديابل بيبدا بقى انه يتغذى عليهم. وكايل هنا بيكون خلاص على وشك ان هو يهجم عليه، لكن هنا بقى بنشوف ان زينه بنت الملك السابق بتتدخل وبيكون جايبه معاها الذئب الملك الشمالي، وبنعرف بقى انه بيكون قادر انها تجيبه هنا من خلال انها سيطرت عليه بسلاح سحري. المهم بتخلي الذئب ده يبدا بقى انه يهجم على ديابل بسحر النار، وكل بقى بيكون فكر ان الحكايه بتكون خلصت. بس هيهات ولا بنشوف ان الشيطان ده بيقدر ان هو يمتص النيران بكل سهوله. وبالنسبه لزينه بتقبر بقى الذئب ان هو يهجم عليه من جديد، ولكن المره دي بيرفض اوامرها، وساعتها بقى بتخلي الوحوش ان هم ياكلوها اعشاب عشان تهديه من جديد. وبالفعل بتقدر انها تسيطر عليه من جديد وبتخليه انه يهجم على الشيطان ده وبيبدا بقى انه ينهش في جسمه. لكن اللي ما حدش كان متوقعه ان جسم الشيطان ده اصلا كان مسمم، وبسبب كده السم بيبدا بقى انه ينتشر في جسم الذئب وبيقع على الارض. وساعتها بقى بنشوف ان الاجزاء الخاصه بجسم ديابل بيبداوا بقى ان هم يهجموا على الجنود اللي بيكونوا متواجدين، ولكن هنا كايل بيتدخل عشان يعالج الذئب ده ويخليه ان هو يقاتل معاه. ولما بقى بيبدا بقى انه يقرا ذكريات الذئب ده بيتفاجئ ان زينه بتكون قتلت المضيف بتاعه السابق عشان تقدر انها تسيطر عليه. اما بقى بالنسبه للشيطان ديابل بيبدا بقى انه يهجم على كل المتواجدين باجزاء من جسمه. اما بقى بالنسبه لصاحبنا اخيرا بيقدر انه ينجح في علاج الذئب. وهنا بقى العجوز بيبدا بقى انه ينده على كايل وبيقول له احنا لو فضلنا على كده فكلنا هنهلك. وبالنسبه بقى لصاحبنا هو ما بيكونش قادر ان هو يقرب من الشيطان ده بسبب ان اجزائه اللي عماله تهاجمه من كل مكان. وساعتها بقى بيبدا بقى انه يسمع صوت ملك الوادي اللي بيامره ان هو يهجم على الحجر الخاص بديابل. وكايل بقى له طب سالي كده اعرف مكان امه ازاي اصلا.
وبالنسبه لزينه بتقرب بقى من الذئب ده عشان تسيطر عليه من جديد وتقول له قوم ولا عشان نقدر نهزم هذا الشيطان اللعين. لكن كايل بيكون معترض على الفكره ديت لان جروحه ما بتكونش اتشافت بالكامل. لكن هي بتقول له خسئت، انت عباره عن فتريف ما تفهمش واحده من الملوك بتعمل ايه بالظبط. وساعتها بقى بنشوف ان الوحش ده بيبدا بقى يهجم عليهم من جديد، ولكن الذئب المره دي بيتدخل وبيقدر ان هو يتصدى للهجوم ده. والمره دي يا صديقي ما بيتاثرش من السم، وده لان ملك الارض الخاص بيه بدا ان هو يساعده عشان يقدر ان هو يكتسب مهاره ضد السم. لكن ديابلو بيبدا بقى ان هو يصيح وهالته بتبدا بقى انها تنتشر في كل مكان. ولما الذئب ده بيحاول انه يهجم من تاني، ولكن اجزاء ديابلو المره دي بتقدر انها تمسكه وتسيطر عليه. وساعتها بقى بنشوف ان زينب بتقرر بقى انها تتدخل عشان تبدا بقى انها تساعده، ولكن المره دي اجزاء الوحش بتكون خلاص على وشك انها تخلص عليها. لكن هنا كايل بيتدخل وبيقدر ان هو ينقذها على اخر لحظه، ولكن للاسف السيف بتاعه بيقع منه. لكن هنا بقى بنشوف ان وحش ديابلو بيوصل للمكان وبيقدر ان هو يبلع كايل، وكل المتواجدين بيكونوا مصدومين من اللي حصل، ولدرجه ان العجوز بيكون حابب ان هو يتدخل عشان يساعده. لكن طرق بيوقفوا بيعرفوا ان للاسف ما فيش اي حاجه في ايديهم يقدروا ان هم يعملوها عشان يساعدوه. اما بقى بالنسبه للذئب فبيحاول بقى انه يحرر نفسه، ولكن ديابل بيبدا بقى انه يخنقه اكتر واكتر. اما بقى بالنسبه لكايل فبنشوف ان هو بيكون لسه محبوس جوه الوحش وما بيكونش قادر ان هو يستعمل اي مهاره عشان يقدر انه يحرر بيها نفسه، وبسبب السم اللي بيبدا بقى انه ينتشر في جسمه بيبدا بقى انه يفقد الوعي تدريجيا. ومره واحده بيتفاجئ ان هو بيكون موجود في غابه غريبه، ومش كده وبس بيكون قدامه ملك الغابه، وبيامر ملك الوادي ان هو لازم يتخطى حدوده ويخلص على الشيطان ديابل. وكايل بيقول له ثواني كده يا معلم، هو انت اخترتني انا اصلا؟ انا ما ينفعش للمهمه ديت ولا ينفع اكون ملك التحكيم. لكن هو بيقول له مفيش الكلام ده، لازم انت تتخطى حدودك وتتحدى الموت وتوري كل الناس قوتك الجباره، عشان العالم بيكون خلاص على وشك ان هو يتدمر بالكامل. وبعد كده بقى بيوري له صوره وهميه وهي اليسا بتموت، وكمان اصدقائه كلهم بداوا ان هم يموتوا بسبب الوحوش. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند ملك القريه بيلاحظ ان السماء بدات انها تتغير، وعشان كده بيخلي الجنود ان هم يستعدوا للقتال في اي لحظه. وانا بقى اورا بتنزل للوادي وتتقرب من الحجر وبتدعي ان كايل يتنيه عايش. وعند بقى صاحبنا اخيرا بيبدا بقى انه يفوق وبيرجع تاني لطبيعته، وبيبدا بقى انه يفتكر مهاره غريبه من ذكرياته اللي بيشوفها دايما، وبالفعل بينجح وبيقدر ان هو يشكل درع غريب بيشكله على جسمه بالكامل. وبفضل كده بيقدر انه يخرج من الوحش ديابل، وكل المتواجدين حرفيا بيكونوا في قمه الرعب من قوته. وبالنسبه لصاحبنا فما بيعتمدش اي حد، وبيبدا بقى انه يدمر في جسم الشيطان، وبيقول انا مش موجود هنا عشان انقذ الوحوش ولا كمان قريتي، بل انا موجود هنا عشان انقذ العالم. وفورا بيبدا بقى في القتال من جديد، وهنا الذئب بيبدا بقى انه يساعد كايل وبيعترف بيه ان هو بيكون خلاص الزعيم بتاعه الجديد. وساعتها بقى بنشوف ان كايل بيبدا بقى انه يتحد مع الذئب، وبيبداوا ان هم يهجموا على هذا الشيطان اللعين، وبيبدا بقى انه يقطع في جسمه عشان يقدر انه يوصل للحجر، واخيرا بيقدر انه يفلقه النصين. وهنا بقى بنشوف ان راس ديابل بيسحب من جديد وبيحاول بقى انه يهرب من المكان، بس ده على مين؟ صاحبنا بيتنيه وراه. اما بقى بالنسبه للاجزاء الباقيه من هذا الشيطان اللعين بيبداوا بقى انهم يهجموا على كل حد موجود في المكان. وانا بقى بنشوف ان كايل بيبدا بقى انه يتكلم مع زينه وبيطلب منها انها توقف الوحش ده، وبالفعل من اول مره بتقرر بقى انها تسمع كلامه، وبتقرر بقى انها تتحد مع وحوشها لغايه ما اخيرا بيقدروا ان هم يوقفوا الوحش. وهنا بقى بنشوف ان كايل بيوصل للمكان واخيرا بيقدر انه يدمر جسم ديابل للمره الثانيه، لكن بنشوف ان جراسه بتتجدد للمره الثالثه وبيحاول بقى انه يهرب من المكان. لكن هنا زينه بتتدخل وبتثبته في الارض، وصاحبنا بقى بيتدخل وحرفيا بينسفه من على وجه الارض، واخيرا بيقدر انه يستخرج منه الحجر الوحش الخاص بيه. وبسبب كده بنشوف ان السماء بتبدا بقى انها ترجع تاني لطبيعتها، والظلام اللي كان موجود بيبدا بقى انه يتلاشى. لكن هنا بقى بنشوف ان شيل بيكون لسه على قيد الحياه، وعشان كده بنشوف ان اخته بتيجي وبقرر بقى انها تقبض عليه. وبالنسبه لصاحبنا بنشوف ان هو اغمى عليه بسبب القوه الكبيره اللي هو بيكون استنزفها. ولما بقى بيبدا بقى وفاء من الغيبوبه بيتفاجئ ان الزعيم بيكون حواليه وكل الاقزام وكمان كل الوحوش، والزعيم هنا بقى بيبدا بقى انه يشكره ان هو بيكون انقذهم ورجع دولتهم زي ما كانت. ولما بقى بيخرج بيتفاجئ ان كل شعب الوحوش بيبداوا بقى ان هم يهتفوا باسمه، وساعتها هنا بنشوف ان كايل بيقدر ان هو يجمع صداقات مع شعب الوحوش بالكامل. وبعد كده بقى بنشوف ان هو بيبدا بقى انه يتحرك من العجوز عشان يرجعوا تاني لقريتهم. واثناء بيكون ماشي في الطريق بيقابل بقى زينه وبتقول على فكره يا معلم انت ليك عندي طلب وانا هنفذه لك مهما كان. وكايل هنا بقى بيقول لها انا طلبي الوحيد ان انت تحرري الذئب وخلينا يرجع تاني لمكانه الطبيعي. وهي بقى بتقول له اعتبر طلبك متنفذ، وبيكتشف ان هي بتكون حررته اصلا. وبعد كده بقى بيوضعوا بعض وبتقول له على فكره يا معلم احنا لو قابلنا بعض تاني هنكون في ساحه المعركه. وبعد كده بقى بنشوف ان كايل اخيرا بيقدر انه يرجع تاني للقريه بتاعته وبيقابل الاميره، وهي اول ما بتشوفه بتكون في قمه الانشكاح وبتبدا بقى تساله عن رحلته. وصاحبنا بقى بيبدا يعرفها ان من النهارده هيقدروا ان هم يعيشوا في سلام والوحوش خلاص بتكون اختفت، وبيعرف ان بفضل السيف بتاعها وكلامها قدر ان هو يرجع تاني للقريه وقدر ان هو كمان يتم المهمه بتاعته. وهي بتقول ولا انا حسيت ان انت كبرت كده وبقيت ناضج وبقيت شاب كده ورع. وبالنسبه بقى للملك فهو بيكون واقف وشايف كل اللي بيحصل ده من بعيد وبيتاكد ان كايل ده بيكون اتغير. وانا بقى بنشوف ان ابن اولها بيوصل لعنده بيقول اي نعم الوحوش بتكون اختفت ولكن لسه في مشاكل، وبيعرف ان المفتش بيكون اختفى هو واليس، واكيد انه بلاء مش هيسكتوا على الكلام ده وهيحطوا كل اللوم على قريتنا. والملك بقى بيقول له بص ما تشغلش نفسك بالحوار ده وانا هحله بنفسي، اهم حاجه دلوقتي ان القريه في امان. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند صاحبنا بيقرر بقى انه يروح عند اليس عشان يبدا بقى انه يطمن عليها، وبنعرف بقى ان هي بتكون لسه فاقده للوعي. ولما بقى بيقعد جنبها بيقول لها انا وعدتك قبل كده ان انا هاخدك لمكان مميز، وفي يوم من الايام المكان ده لو اصبح دوله فانا هجيب عيلتك بالكامل عشان يقدروا ان هم يعيشوا هنا بامان. ومره واحده بقى بيحس بصوت اليس وبتقول له انها مستنيه اليوم ده يجي بفارغ الصبر. ولما بقى بيوصلها بيتفاجئ انها اصلا بتكون لسه فاقده الوعي. وانا بقى اروى بتكون قاعده جنبه وبتقول له اصلا انا متاكده ان اليوم العظيم ده هيجي في يوم من الايام، وبانك دلوقتي اصبحت ملك فمن الطبيعي الملك لكل شعب، وانا متاكده ان انت هتقدر تبني مملكه جديده زي ما كل الملوك قبل كده عملوا.
وبس كده يا صديقي، لايكك شيرك كمان بالراحه، عايزين نوصل الفيديو ده 10000 لايك. ولو انت مش متابعنا على قناه التليجرام فانت فايتك حاجات كتير جدا، هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن. وبان الفيديو ده والحكايه دي بتكون عجبتك، فانا متاكد كمان ان الفيديو اللي بيكون ظهر قدامك ده هيعجبك اكتر واكتر. وبس كده يا معلم، كان معاكم مصطفى سعيد، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.